انت بتشوفها اللي هو اول يوم في الكليه كده، هو بيبقى غالبا طويل حلو وبيبقى جسمه فلافي شويه، وبيجي يحط ايده على كتفك. ايه الدنيا؟ لا ده بيبقى فهلاوي شويه. صح. ده بيبقى فهلاوي شويه. حلو حلو، وبيحاول كل حاجه يفهلوها. الكويز ده عليه كام درجه؟ تمام. ما انت ممكن تعمل برودكت والبرودكت ما ينجحش، وارد جدا يعني، فاهم قصدي، او ما يشتغلش كويس. ليه؟ ما انت ما عندكش درايه بالسوق، ولا بمتطلباته، ولا بمزاج العملاء، ولا بالتحديات اللي هتقابلها، ولا بالتسويق بتاع الحاجه اللي انت عملتها. كل ده انت ما عندكش عنه معلومه. فانت النهارده على اي اساس بتفكر ان انت تقعد مع نفسك؟ انت بدات بالبرودكت وده غلط، المفروض تبدا بالكاستو مش بالبرود. ازيك يا شباب، عاملين ايه؟ النهارده انا في شركه اي تي ليجندز مع باشمهندس علي شاهين. هو طبعا مستضيفني في الاستوديو بتاعه وهو منور كالعاده. الناس اللي ما تعرفوش يعني هو غني عن التعريف. خريج جامعه حلوان 2010. اكتر من 15 سنه في المجال. عنده شركه خاصه بيه في التك. وبما اننا يعني قناه معتمده على البرمجه التنافسيه، فقلنا ان احنا عايزين نربط البرمجه التنافسيه مع خبرته العمليه في السوق بالفيديو ده. طبعا اول حاجه اهلا بيك طبعا يا ماريو، شرفتنا ونورتنا في شركتنا النهارده. وطبعا مكانك وتشرفنا في اي وقت طبعا، وانا مبسوط جدا يعني ربنا يخليك. ومبسوط جدا بالبودكاست دي. وان شاء الله باذن الله نحاول ان احنا نطلع الناس باكبر فايده ممكن. يا رب، ربنا يخليك يا باشمهندس. الله يكرمك. طيب، انا طبعا انت جاوبت في الفيديو اللي فات. الناس ما شافتش الفيديو اللي فات للباشمهندس تروح تشوفه. هو في الفيديو اللي فات اتكلم عن حاجه انا اتكلمت عنها، وهي فكره الناس اللي بيته غالي من الكومباتيتيف بروجرامينج، وبتحطه ان هو الحياه كلها، وان ده ممكن ياثر عليا كشخص مغرور او غيره. طيب، فاحنا هنا بقى هنناقش الموضوع من زاويه مختلفه شويه. كويس، ممتاز. احنا بنخش الكليه بنشوف شخصيات كده غريبه شويه. اكيد كلنا. فانا هسال حضرتك شويه اسئله عن كل الشخصيات، وايه استفيد من خبرتك بقى العمليه. انا معاك. طيب مش في ماشي. طبعا ده بقى اللي انت قناتك بشكل عام عن الكومباتيتيف بروجرامينج، فانت يعني اكيد طبعا خدت بالك، شفت الفيديو اللي شفت. فاهم. شفت. هي كانت الفكره كلها يا جماعه بمنتهى البساطه، ان اوقات كتير كنا بنشوف فعلا ناس مقفوره قوي في حته الكومباتيتيف بروجرامينج بشكل عام. فده بيأثر سلبا على بعض الناس، سواء ان كان الشخص اللي بيغالي في الكومباتيتيف بروجرامينج، او لما هو بيبتدي يمارس عنصريه على زميله اللي مش في الكومباتيتيف بروجرامينج، على انه هو ما بيفهمش وهو التاجي ده الوحيد هو اللي بيفهم في كل حاجه. فده طبعا ده مش كويس، لان ده بيسبب يعني خلي الدنيا توكسيك ومش مش افضل حاجه. واحنا دايما طبعا زي ما انت ما عارف يعني يا ماريو، احنا بنحاول نساعد الشباب اللي هم يبقوا في حال افضل في فتره الدراسه، لان هي دي اللي هترسم شكل مستقبله بعد التخرج هيبقى عامل ازاي. تمام. انا بقى هنا بما انك مهتم بالحته دي في فتره الشباب ساعه الدراسه، انا اول ما دخلت الجامعه في شويه شخصيات كده، وكل شخصيه من دول عندهم تساؤلات مش لاقيين الاجابه عنها. فمن خبرتك بقى احنا نحاول نجاوب عنها ونشوف هل ده مهم ولا لا. اول شخصيه انا بشوفها اللي هو ده واحد دخل لقى كوميونتي او كذا كوميونتي في الكليه. ده بتاع جرافيكس، ده بتاع كومباتيتيف بروجرامينج، ده بتاع سكيلز، ده بتاع مايكروسوفت، ده بتاع جوجل. قال لك ايه القصه دي كلها؟ الكلام ده ما يلزمنيش. انا راجل دلوقتي جايب مجموعه كبيره في الثانويه عامه، وانا برنس بعرف اجيب درجات. انا هركز في GPA بس، الكلام ده كله ما يلزمنيش. وفي الاخر اصلا الكلام ده كله هري، اهم حاجه الدرجات. كويس. عقليه زي دي ترد عليها ازاي؟ او ايه شايف النصيحه اللي انت ممكن تديها له؟ الاول نتناقش واحده واحده. انت النهارده عاوز تركز وتجيب درجات وتجيب GPA، هدفك النهائي بقى هيبقى يكون ايه؟ هل انت هدفك النهائي ان انت تخش الناحيه الاكاديميه، تبقى معيد ثم تبقى دكتور ومش عارف ايه وتتعين بقى في الجامعه والقصص دي؟ هل دي حاجه عاجباك مثلا وعايز تبقى في الحته دي؟ ولا انت عاوز تجيب درجات عشان الشركات لما تشوف الدرجات كل شركه تسورق وتبقى خلاص هيغمى عليها وتقول يا خرابي انا هموت على الراجل اللي جاب درجه عاليه ده؟ تمام، ينفرق عني. تمام. فاهم قصدي؟ تعال. لو انت نيتك الاكاديميك، فاللي انت بتعمله صح. تمام. وبصراحه خلينا برضو نقيسها برضو بشكل برضو يعني موضوعي. انت عشان توصل لحاجه في الاكاديميك وتبقى انت عايش حياه كريمه بتقبض منها فلوس كويسه او الكلام ده كله، اول حاجه انت محتاج تتمرمط مرمطه محترمه جدا جدا. هتتمرمط قوي يعني، الموضوع مش بس مرمطه الدرجات اللي انت بتجيبها في الكليه، لا،
بعد الكليه بقى في تحضير بقى الدبلومه والماجستير والدكتوراه والقصه دي في حوار تاني خالص، في نوع من انواع المرمطه ده انت لسه ما عندكش فكره عنه، تتمرمطه بعدين، فاهمني؟ بس عادي ممكن تكون دي حاجه انت بتحبها، ما اعترضناش في الموضوع. اما لو انت بتجيب درجات عشان الشركات تشوفك وتلاقي ان انت جايب درجات كويسه فتعينك، فهنا انت بتشتغل في المكان الغلط خالص. لان احنا كشركات ما بنبصش تماما على الجي بي اي تمام خالص. تمام. طب ما نبص لها بمنظور تالت، انا مش عارف. انا في سنه اولى برضه، انا حاطط نفسي مكان الطالب، انا دلوقتي مش عارف، عايز اوزنها، يعني مش عايز اللي هو اجيب امتياز حلو، عايز امسك العصايه من النص شويه. ما ينفعش. ما ينفعش. بص حاجه من اتنين، يا هجيب درجات واركز في الدراسه وابقى جي بي اي واتعين معيد او القصه دي، فانا هبتديها من اول يوم. لان انت لو جيت قصرت في موضوع الجي بي اي من الاول عشان ترجع تعوضه، الموضوع بيبقى افيتد، الموضوع مش ما بيبقاش لذيذ، وانت اكيد فاهم. انا فاهم كويس. تعالى مثلا شيل لك مثلا ماده، ولا تعالى هات في ماده مثلا درجه وحشه قوي، يلا بقى عايزين نعوض بقى الجي بي اي ده ونظبطه مراه، مش حاجه سهله، فاهم قصدي؟ لا انا والله انا هدفي او ان انا حابب ان انا مثلا اشتغل بشكل عملي، ابقى راجل بشتغل عمليا، انزل شركات، مش عارف ايه القصه دي، خلاص دي نيتي من الاول، وليها سكتها وليها اسلوبها وليها طريقتها وليها كل حاجه. فبالذات الناحيه الاكاديميك قرارها لازم يبقى من الاول قوي. تمام. طب برضه اسالك سؤال تاني، لو انا عايز احضر ماستر مثلا، هل لازم اجيب جي بي امتياز؟ لا. اقل حاجه كام؟ مش عارف، لان انا مش دايس قوي في الحته الاكاديميه، بس المعلومه اللي عندي ان اي حد ممكن يعرف يعمل ماستر. تمام. اي حد عادي. يعني انا يعني لو رحت باي جي بي اي، دخلت اي كليه قلت لهم يا جماعه انا عايز اعمل ماستر، عادي جدا مفيش اي مشكله. تمام. فاهم قصدي؟ حلو. واعتقد والله اعلم ان حتى رساله الدكتوراه الماجستير والدكتوراه برضه مش متوقفه على الجي بي اي. حلو. بس الفكره كلها ان انت لما بتجيب جي بي اي عالي، ده بيخليك اوتوماتيكلي تخش تعين معيد، تشتغل استاذ مساعد. فهيبقى ايه؟ هيبقى دخولك في السلك الاكاديمي بشكل عام اسهل. بس حلو. هنا دي بقى حته الوسطيه، يعني من خلال السيرش البسيط اللي انا عملته اللي فهمته، اقل حاجه 3.0. ف 3.0 ده اللي هو جيد. انا سرشت يعني انا حلي ما عنديش خبره في الحته. فعشان كده بقول ايه، جيد يمسكها، جيد مش مستحيل. ده غير عادي. جيد مش مستحيل، يقدر يعمل ماجستير، وفي نفس الوقت لو جاب جيد اعتقد يقدر يوازن معاها تعلم التك، صح؟ لا جيد دي سهله جدا، انت توازن بيها التك، صح كده. بس طبعا بيدفع مبلغ في الماجستير، بس بيبقى عنده الاوبشنز، بيبقى عنده زي ما هو. فحلو قوي. هنا اتكلمنا عن الشخصيه بتاعت الجي بي اي. في شخصيه تانية بتخش الجامعه هتكلم عنها دلوقتي، اللي هو give me money. انا اديني تجيب. ايوه اديني تجدني. تمام. قلب ولا توسع. صح بالظبط. انا عايز اعرف من الاخر كده، نفكك بقى من الكليه، ايه اكتر مجال بيجيب فلوس؟ انا عايز اعرف ايه اكتر مجال بيجيب فلوس، انا عايز اعرف من اين تؤكل الكبد. حلو. انا ممكن اقعد مع 5-6 اصحابي ونعمل مشروع كتاكيت دلوقتي، ما عنديش مشكله. المشروع فشلنا كله. ايوه. فدي شخصيه تانية، ده برضو بيبقى عنده تساؤلات. فبقول لك طب انا في الاخر، وده ممكن يبقى شق من اتنين، يا اما واحد عنده مسؤوليات فبيفكر بالشكل ده، وده بحترمهم جدا، الناس اللي بتشتغل من وهي في صغرها، في ناس اتحطت في الوضع ده، وفي ناس تانية لا، هو عقليته كده، يعني هو ما مش محتاج يشتغل بسرعة، لكن هو نفسه عايز حاجة اللي تجيب فلوس اكتر. انت رأيك ايه بقى، او شايف ايه ترد على حاجة زي كده ازاي؟ انا رأيي ان اول حاجة، لو انت تقدر ان انت تدي الشغل جزء بس من وقتك، يعني انا الشغل ده اكيد هيبقى في الاجازه مبدئيا، تعمل شغل في الدراسه، الموضوع اكيد مش سهل، يعني مش سهل ومش سهل على اي حد، والموضوع ده انا جربته كتير قوي، ان ياما طلبه جم عايزين يشتغلوا وحلفوا لي بايمانات المسلمين كلها ان احنا هنشتغل وهنأدي وهنعمل ومش هنقصر ومش عارف ايه. ما بيحصلش، يعني صعب جدا انك تشتغل في فتره الدراسه وتأدي شغل وكليه، وخصوصا لو هتشتغل في حاجه فيها ضغط زي البرمجه. الموضوع مش سهل، الا لو نبقى تشتغل بقى في شركات بقى، اللي انت عارف انت في واحد مثلا راجل مثلا سعودي ولا اماراتي، تمام، بعت شويه فلوس لواحد مصري وقال له افتح لي شركه، فراح جاب ناس وقعدهم، وبقى الناس دول قاعدين نص وقتهم وصعب يلاقيها الشركات دي كمان.
لو لقى ده حلو ليه، لان انت مش مضغوط، لان كده كده ايه العمليه ماشيه. اما لو هتشتغل في شركه عندها بقى برودكت ولا عبان مثلا عملاء، انت واقف على خط الانتاج بقى يا باشا، الناس رايحه الناس جايه عليك، الكلام ده هتضغط جدا، مش هتقدر تعمل ده في فتره الدراسه. تمام. طب انت تشتغل في الاجازه، سواء بقى هتشتغل في مجالك ولا مش مجالك ولا القصه، اذا تقدر ان انت تخلي الشغل ده ياخد 4 ساعات من يومك، 6 ساعات من يومك، كويس، عشان تلاقي وقت في بقيه يومك تطور نفسك فيه في المجال. انا بفترض دلوقتي ان اللي انا بكلمه ده واحد ما عندوش اختيار غير انه يشتغل. تمام. ما عندوش اختيار غير انه يشتغل. لو عندك اختيار انك ما تشتغلش، ما تشتغل، وركز احسن في تطويرك لنفسك. تمام. لو الاختيار عندك. تمام. او ممكن برضو نوازن الموضوع بطريقه ما، ان ايه المشكله ما نشتغل لنا شهرين وشهر لا في الاجازه مثلا يعني. تمام. او ايه المشكله ما نشتغل اجازه واجازه لا، بحيث برضو ان انت يعني حلو ان انت تتعلم تكسب الفلوس، وتتعلم ان انت تتعلم القرش بيجي ازاي، دي حاجه مش وحشه. بس يعني برضو مش عاوزين ناخدها برضو بتطرف، اللي هو انا بشتغل فانا خلاص هقفل الاجازات كلها بتاعتي كلها شغل وخلاص بقى انا هعمل ايه ده وانا بشتغل بقى، اطور نفسي امتى وانا اعمل الكلام ده امتى، مين امان. فهتلاقي نفسك اتزنقت في حته مش لطيف. فهنا برضو في حاجه برضو لازم اسمعها برضو منك، انت بتسال على انهي شغل؟ انت بتسال على شغل بره انت بتسال على شغل بره المجال ولا بتسال على شغل في مجالنا؟ هي دي البوينت. انا لو واحد ما عندوش اختيار مش هتفرق مع، لو واحد عايز يفتح بيزنس اعتقد هيبص لجوه المجال. وحته فريلانسنج برضو ايه رايك فيها؟ هل يقدر يبتديها من الكليه او لو عنده اختيار؟ يعني حط نفسك مكان الشخصين، واحد عنده اختيار، واحد ما عندوش اختيار. اللي ما عندوش اختيار ده عليه مسؤوليه، ربنا يعينه وناس بحترمها جدا. اللي عنده اختيار ده تنصحه بايه؟ يبدا فريلانسنج ولا يعمل مشروع مع اصحابه ولا يشتغل في الاجازه؟ حلو. اللي عنده اختيار ان هو يشتغل فريلانسنج، طبعا ان ده واحد متعلم تكنولوجي ولا ايه؟ صح. ما هو عمر في حياته ما يعرف يعمل حاجه فريلانس من غير ما يكون متعلم تكنولوجي. فلو انت جالك فرصه فريلانس في الحاجه اللي انت متعلمها، الحاجه اللي انت بتعلمها وخدت فيها كورسات وعملت فيها مشاريع، اتوكل على الله اعملها. ليه؟ لان ده هيتقلك في نفس الاتجاه اللي انت ماشي فيه. اما المشكله بقى بتيجي فين بقى؟ واحد مثلا متعلم دوت نت وبعدين جاله مشروع بي اتش بي، قال بس يلا بقى انا هشمر وانزل اتعلم بي اتش بي عشان اخلص المطلوب. بس سوحت نفسك وضيعت وقتك وضيعت مجهودك ودخلت في تيك ستاك تانية ما كانش ليها لازمه انك تدخل فيها اصلا. ده غير ان انت سوحت العميل. طبعا هو العميل يستاهل بالمناسبه، يعني هو اصلا العميل يستاهل طالما هو جالك، هو يستاهل. بس معلش برضه يعني الصراحه برضه حلوه. يعني رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. انا دلوقتي شايف ان الحاجه دي مش في استطاعتي، اتصدر فيها ليه؟ يا اتصدر ليه؟ اصل انت هو العميل يستاهل وكل حاجه وكل الكلام ده، بس ما انت هتتهزق كل يوم وكل يوم هتسمع كلام مش عارف ايه، وهتضطر تقفل تليفونك عشان مش عارف ما تردش على ايه. يعني هتضطر تمشي في بود انا ما انصحش ان حد يمشي فيه. انت قد الحاجه دي خش اعملها، مش قدها ما تعملهاش. تمام. فلو قدامك اختيار انك تشتغل في حاجه تخص التخصص بتاعك او بحاجه اللي انت بتعملها، يا اتوكل على الله. في منها بتكسب فلوس ومنها ان انت بتطور في مجال. فده نقطه لو انت جالك فريلانسنج في الكليه. تمام. يعمل اصلا على موقع فريلانسنج فتره الكليه ولا بعد الكليه؟ صعب. فريلانسنج فتره الكليه على مواقع الفريلانس صعب، بالذات في البرمجه. ليه؟ لان كل الناس اللي موجوده على مواقع الفريلانس هي ناس تقيله قوي، والناس اللي خدت ريفيوز هي ناس تقيله قوي، وفي الغالب ما بيشتغلوش لوحده. يعني في الغالب الناس التقيله في البرمجه اللي عامله اكونتس هايده على فريلانسر او على اب وورك او كده، هم شغالين جروب مع بعض وبيتكاملوا مع بعض بشكل كويس جدا، بيطلعوا حاجه بشكل هايل، فبالتالي بياخدوا ريفيوز كويسه، فبيجي لهم شغل بعد كده اكتر. فانت مش هتعرف يعني صعب، بلاش مش هتعرف، هو صعب ان انت تعمل ده في فتره الكليه. طب هل ممكن في جروب مع بعض يعملوا التوليفه القويه دي وكلام من ده؟ ممكن يعملوا توليفه قويه، بس هل التوليفه دي تنافس على مواقع الفريلانس؟ انا برضو شايف انه صعب. ممكن والله ممكن، ما في طفرات، بس يعني ده صعب. تمام. بس يعمل يجرب ولا لا من رايك، ولا ما ده التجربه مش هتخسرك حاجه. تمام. انت تفتح اكونت على فريلانسر او على فايفر مش هيخسر حاجه، افتح صح. قدمت على وظيفه خسرت ايه؟ ولا حاجه. انت خسرت قد ايه من وقتك الغالي الثمين في فتره الكليه؟ قليل. خسرت مثلا 3-4 ساعات يوم. يا عم قدم. كذلك عرفت السكه بتمشي ازاي. فاهم قصدي؟ هو ده الموضوع، ان ممكن تتعرف على ناس بقى من جوه الموقع بعد كده يساعدوك، او تشتغل من تحتهم او تشتغل وسطيهم او كلام من ده. دي تبقى حاجه ممتازه بقى، انت قدرت انك ترشق مع تيم تساعده في حاجه، دي حاجه بصراحه يعني فوق الهايل يعني.
بس ده برضه كلها حاجات انت خاص. تمام. ايه تاني في نفس النقطه بتاعت الفلوس؟ في نفس نقطة الفلوس بقى، الشخص اللي هو مرغم. احنا جينا للشخص اللي مش مرغم. الشخص اللي مرغم حضرتك قلت يشتغل شهرين وشهر او يحاول. طيب هو برضو ممكن يقول لك ايه، انا دلوقتي مش لاقي، يعني انا بقول لك فكر ناس في الكلية او ناس سألتني الاسئلة دي، دلوقتي انا مش لاقي حاجات قوي، فبيروح لحتة الديزاين اللي بيتعلم برمجة بيبقى اسهل له يتعلم التولز بتاعت الديزاين زي فوتوشوب، ايديتنج، ودي عليها طلب كتير، منافسة فيها قليلة، فيقول لك ايه، اخش اعمل اي حاجه اجيب منها فلوس دلوقتي. ايه رايك برضو في القصه ده؟ اولا المايند سيت بتاعت الشخص اللي بيشتغل ديفلوبر او مبرمج صعب عليه قوي يبقى كرييتيف، هو يبقى ديزاين. كرياتيفيتي ولوجيك. ده كاركترستكس وده كاركترستكس ثانيه خالص. ده حاجه ودي حاجه تانية نهائيا. تمام. فانت لو خلطت الاثنين ببعض، طب هل في ناس بيعرفوا يخلطوا الاثنين ببعض؟ في، بس قليلين، ودايما بيبقى اشطر في حب. وفي الغالب هيبقى اشطر في البرمجه اكتر، لان هو بيبقى في ناس بتبقى شاطره، يعني في ناس بتبقى شاطره قوي وحاسس ان هو جامد واحساسه بنفسه كويس، ولما بيخش في حاجه فعلا بيسد فيها. على فكره ده بيبقى اصعب شخص. ده ليه؟ لان هو فعلا جامد وفعلا عنده مهارات متعدده وفعلا يقدر يفيد في اكتر من حاجه، بس دايما بتبقى في حاجه هي الاعلى. وفي الغالب الحاجه اللي هي بتبقى اعلى هي الحاجه اللي فيها بروبلم سولفينج سكيلز، اللي هي في الغالب هتبقى برمجه، مش هتبقى ديزاين وحاجات زي كده. فاهم قصدي؟ فدي الفكره. فانت لو انت عندك يعني لو انت ناوي تبقى ديفلوبر، ما تروحش تشتغل ديزاين. ده وجهه نظر. يعني قبلك حاولوا كتير في الموضوع ده. انا واحد من الناس اللي حاولت في الموضوع ده على فكره. يعني انا والدي اصلا عنده مطبعه. تمام. فهو اصلا شغله وشغل الناس اللي معاه كله في الديزاين والجرافيك. تمام. وهو حاول كتير ان هو يخليني بشتغل معاه في الفتره الاولانيه ان انا كنت لسه مخلص فيها الكليه. تمام. وانا حاولت. يعني انا حاولت ما عرفتش. تمام. يعني انا عندي ان انت تديني مشكله اقعد احلها مثلا 3-4 ساعات يوم، انا معاك، لا مش هزهق مش هتضايق. انما تديني حاجه فيها تنسيق وتقول لي هات دي جنب دي واوعى دي تنزل تحت دي، انا ماليش خلق للموضوع. فهي كلها كاركترستكس. فانت هتصدر نفسك لو دخلت في منطقه زي ده. مش بس دي المشكله، مش بس دي المشكله، هي المشكله في المايند سيت اللي انت بتتربى عليها بتاعت فتة السبوبه. ان انت داخل تعمل سبوبه وتخلع، داخل تعمل سبوبه وتخلع. فدي اصلا مايند سيت انا مش حابب ان هي تبقى موجوده كتير عند الناس في الوقت الحالي. حلو. ده بالنسبه اللي عنده ماني بالذات، دي مناسبه قوي ليه، ما يبقاش عندك مايند ست الشبوبه. حاول ابعد عن مبدأ السبوبه. يعني لو انت عايز تعمل فلوس بجد ابعد عن مبدأ السبوبه. استنى شويه. ليه تبعد عن مبدأ السبوبه؟ لان السبوبه ما بتدومش. واللي ناوي يعمل فلوس فعلا تمام لازم يعمل ارضيه قويه جدا. زي ما انت مثلا بتبني عماره، فاول حاجه بتعملها بتعمل الخرسانه. لازم الخرسانه دي تكون قويه جدا جدا عشان تتحمل البنايه اللي فوقيها. تمام. فالخرسانه دي عباره عن مجموعه مبادئ انت بتحطها لنفسك، والمبادئ دي انت بتمشي عليها حتى لو على نفسك. تمام. حتى لو على الاقرب المقربين ليك المبادئ دي لازم تمشي. الموضوع بيبقى صعب. فالسبوبه هي بتدمر منظومه المبادئ. فانت ما بتبلدش على حاجه، ما بتبنيش حاجه، بتبلد غلط. انت بتبلد المكعبات بتاعتك غلط. فهتلاقي البنايه دي بتتهد، ولما بتتهد اعاده بنائها صعب على نفسيتك اللي هي اتعودت على البناء السريع. سبوبه بيوني فلوس جيفنج ماني. نفسيه الشخص اللي متعود على البناء السريع صعب عليه اعاده البناء. اما الشخص اللي بيبقى عنده مبادئ، البنايه ما بتتهدش كلها، البنايه بتتهد جزء منها، ولو اتهدت كلها لسه عندي الخرسانه اللي اعرف اطلع عليها ببنايه تانية. تمام. هي دي الفكره. حته اخيره قوي بقى للماني. حلو. انا في حاجه بشوفها، الناس مستسهله قوي. يعني انا كنت منزل عندي عن مجدي يعقوب ان هو عنده 90 سنه وعمل حته 90 سنه وعمل بحث علمي، عمل بحث علمي، حاجه جباره. ففي واحد بيكلمني بيقول لي انا بقالي 3 سنين حلو في الكليه، وحاسس ان عنده 21 سنه، فبيسالني على الخاص بيقول لي حاسس ان انا فشلت في حياتي. فتقول لي العقليه دي ان انا حاسس الجيل الجديد بالذات السوشيال ميديا حسسته ان كل حاجه بسرعه قوي، والمقارنات والانستجرام بقى اللي هو ايه، كل حاجه في كده، انا هعمل كده بنايه هتطلع، انا هبقى مليونير تاني يوم. ف يعني مثلا حضرتك قعدت قد ايه على ما تبني الشركه؟ قعدت 10 سنين. حلو جدا. 10 ل 2020. معظم الناس كده. وفي ال10 سنين دول حاولت
كذا مره، حاولت حوالي 3 4 مرات افتح شركه مم. واجمع تيم واعمل حاجه وتفشل. افتح شركه، طب بلاش بقى المره دي مش هنعمل سيرفيس، هنعمل برودكت، اعمل برودكت ويفشل. طب افتح شركه، تمام، ونقدم مثلا سوليوشن مثلا لحاجه معينه وتفشل، واجيب ناس تقيله تشاركني ونفشل. فاهم قصدي؟ لحد ما عملت اي تي نتورك في 2020. تمام. يعني بعد سلسله من الخبطات الشديده جدا، اللي في ناس كتير استسلمت في سكتي وانا ماشي. في ناس كتير كانوا معايا في سكتي استسلموا. انا الحمد لله كملت، بس كملت لان هو ده اللي انا كنت عاوزه. هم لا، بالنسبه لهم كانت حاجه بريليانت كده جميله، بيحاولوا يجربوها، ما نفعتش معاهم، خلاص انا اروح اشوف حاجه. مم. فاهمني؟ ف10 سنين. انما النجاح السريع ده يعني ممكن حاجه اقولها انا، معلش انا اسف لو اقطعك، بس النجاح السريع ده يا جماعه وهم. حلو. انا والدي برضو شغال في البيزنس، وانا شايف يعني انا بقالي في القناه بتاعتي اكتر من 4 أو 5 سنين. انا بادئ من الكليه وعامل حاجه بسيطه على قدي. عشان تعمل حاجه كبيره لازم يعني ادي لنفسك وقت، ولسه العمر قدامكم، يعني انتوا بنتكلم فتره شباب الجامعه، لسه العمر قدامكم، ربنا يديكم العمر يعني. وما تستسلمش، يعني في ناس 90 سنه وفي ناس فوق. انا ما تستسلمش ابدا يعني. بس بص، هو عموما بشكل البيزنس حاجه من الحاجات اللي محتاجه سكيلز كتير قوي قوي. يعني في ناس بتقول لك انا عايز افتح شركه برمجه، اتعلم ايه؟ اتعلم سي شارب، ولا اتعلم بي اتش بي، ولا اتعلم نود، ولا اروح اتعلم فلاتر، ولا اتعلم ايه عشان افتح شركه؟ الاجابه مش هتعلمش كل ده. انت عايز تبقى بيزنس مان، روح اتعلم اداره، روح اتعلم تسويق، روح اتعلم بروجكت مانجمنت، روح خد ام بي اي. الحاجات اللي زي دي تخليك انت راجل عندك العقليه اللي تعرف بيها تفتح بيزنس. اما التك هي بالنسبه لي انا النهارده وانا قاعد مع الراجل الطيب اللي قاعد معايا ده، هي ممكن تكون من الحاجات اللي مش صعبه بالنسبه لي. ليه؟ هعمل انترفيس وهعين اللي انا عاوزه، هعين الشخص اللي انا عاوزه. هتقولي بس ده محتاج فلوس واحنا عاوزين نفتح بيزنس بس معناش فلوس. اقول لك يبقى انت يعني رحب بالمعاناه وخدها بالحضن والبوس. دي معاناه. تمام، دي معاناه. انت عايز تبتديها كده، يعني انت عايز تبتدي الموضوع بالشكل ده، مفيش مشكله، اقعد اعمل لك كام برودكت او كام حاجه مع نفسك، بس خلي بالك دي برضو دي حاجه صعبه. تمام، ما انت ممكن تعمل برودكت والبرودكت ما ينجحش، وارد جدا يعني. فاهم قصدي؟ او ما يشتغلش كويس. ليه؟ ما انت ما عندكش درايه بالسوق، ولا بمتطلباته، ولا بمزاج العملاء، ولا بالتحديات اللي هتقابلها، ولا بالتسويق بتاع الحاجه اللي انت عملتها. كل ده انت ما عندكش عنه معلومه. فانت النهارده على اي اساس بتفكر ان انت تقعد مع نفسك؟ انت بدات بالبرودكت وده غلط، المفروض تبدا بالكاستو مش بالبرود. في تفاصيل كتيره جدا في منطقه البيزنس دي. انا رايي ما حدش يقبل على موضوع البيزنس الا لما يفهم الاول يعني ايه بيزنس، يعني ايه اداره، يعني ايه تسويق، قبل ما تتحرك وتعمل بقى برودكت وتعمل بقى كل اللي نفسك فيه. حلو جدا. انا كده اعتقد جاوبت على الراجل بتاع الماني، يعني اجابه جيده. تمام. ده هي حاجه اخيره بس انا عايز اقف في موضوع الراجل بتاع الماني ده، ان لو انت عاوز فلوس سريعه ما تحققش الفلوس دي من مجالنا. هتقول لي طب ازاي؟ ما تلخبطناش بقى، فاهمني؟ اقول لك طيب، اصل انت عشان تحقق فلوس سريعه من مجالنا يبقى انت هتتجه للنو كود واللو كود. تمام، تتجه بقى للورد بريس والويكس ومش عارف ايه وشويه الحاجات دي. تمام، وده ممكن يحقق لك نتيجه سريعه، بس برضه هيبني عندك مايند سيت مش ظريفه، وهينسيك التك ستاك اللي انت اصلا شغال عليه. تمام، فمجالنا صعب فيه تحقق مكاسب سريعه من غير ما تكون باني بيز كويس جدا عشان تقدر تعمل فيه القصه دي. فلا يا باشا، روح اشتغل اي شغلانه شريفه تانية عادي جدا، ان شاء الله تشتغل دليفري مش فارق معاك، بس حط لها تايم. يا 4 ساعات في يومك، 6 ساعات في يومك، شهر من اجازتك، شهرين من اجازتك، مش عارف ايه الكلام ده، وروح اكسب يا باشا فلوس ولا يهمك عادي. اقف في صيدليه، اقف مثلا في سوبر ماركت، اعمل اللي انت عاوزه، بس حدد لها تايم، خليها محطوطه في كورنر كده معين. والوقت التاني ده بتاع تطويرك لنفسك. والكلام ده انا بقوله لك انت عشان انت مضطر. لو واحد غيرك مش مضطر ما يعملش كل اللي انا بقوله ده، عشان بس نكون في الصوره، عشان بس الناس ما ينكروش ان انا بنصح الناس كلها انها تنزل تقف في سوبر ماركت. ايوه، لا المضطر المضطر فقط، مضطر قوي كمان. ايوه، يعني لو عندك مسؤوليات. غير كده عندك اوبشنز كتير جدا. تقول لي خلاص طب انا عندي اوبشن ان انا اعمل فريلانسنج في مجالي يعني. حلو قوي، زي الفل، ماشي. نخش بالنسبه لي الشخصيه الثالثه. انت بتشوفها اللي هو اول يوم في الكليه كده، هو بيبقى غالبا طويل، حلو، وبيبقى جسمه فلافي شويه، وبيجي يحط ايده على كتفك، ايه الدنيا. لا ده بيبقى فهلاوي شويه.
صح. خير ده بيبقى فهلاوي شويه. حلو حلو، وبيحاول كل حاجه يفهلوها. الكويز ده عليه كام درجه؟ طب قشطه، في طريقه نغش بيها، في مش عارف ايه. حلو، هو بياخدها بالفهلوه كده، وده غالبا لما بيطلع ما بيشتغلش في المجال. حلو في الغالب. فانا عايزك تديله نصيحه تعرفه حاجتين. اولا انا بالنسبه لي بحس ان هو بيغش او بيتفهلو او مفكر المجال ده، يعني لسه برضو فكره ثانويه عامه مسيطره عليه شويه، ان هو المجال ده عباره عن ايه؟ اسئله واجابات وهتمشي والكليه وهترزق وهطلع وشركه والقصه دي. ايه النصيحه اللي انت تديها لي؟ يعني انا ما لقيتش حاجه هو ممكن يسالها على قد ما انا لقيته محتاج نصيحه. بص، هو الشخص اللي زي ده بيكون شخص متبهدل، هو اوريدي متبهدل. يعني المايند سيت بتاع الشخص انتجت حد بالمنتاليتي دي، بيكون حد اللي هو ايه، عارف الناس الشعبيين شويه دول. معايا واحد في الكليه اسمه ميحا، هو هو الكاركتر ده بالظبط. انا كان معايا واحد المهم، فده اصلا بيكون شخص يعني ايه، الدنيا دايسه على وشه سيكا، اها، او يعني اتبهدل شويه. تمام. فبالتالي هو عايش بقى بالمنتاليتي دي الشبيح سنه ده. اه تمام. صحيح. فاللي زي ده هو قدامه حل واحد بس، ان هو يغير المايند سيت بتاعته. انت ما عندكش حل كده، انك تغير المايند سيت بتاعتك وتبتدي انك تشوف الحياه. يعني انت عديت بصعوبات كتيره في الحياه، خلتك النهارده بقيت بتحاول ان انت تتجاهل او تستهزأ ببعض الحاجات، عشان خاطر انت لو حطيت في دماغك كل حاجه هيجرى هتموت، هتضيع. هو انا بتبقى دي المينتاليتي عموما اللي هم جايين منها. فانت لا، انت واجه. يعني بدل ما انت عمال تهرب وعمال ان انت يعني تحاول ان انت تتجاهل حاجات معينه، لا يا باشا، واجه. تمام، وحل. ولو انت مش عارف تواجه وتحل، روح للايف كوتش او حد يساعدك تتعلم ازاي تواجه مشاكلك وتحيد وتتقبل الوضع اللي انت فيه، وتشوف انت ممكن تطور نفسك عليه او تتحرك منه لحاجه تانية ازاي. بس انت حلك الاساسي حاجات في المايند سيت بتاعتك وسايكولوجيكال الاول، قبل ما تبني اي حاجه خالص. بس بلاش لايف كوتشز عشان مش مضمونين. خليك في الدكاتره يا بس. طبعا قصه اللايف كوتشي والمجال ده بشكل عام قصه واسعه قوي. انا رحت وجبت اخرها ورجعت بقول ان كلامك صح. تمام. طب ده انا خليك. بقول ان كلامك غلط، كلامك صح. يعني انت عشان تلاقي حد كويس صعب، يعني يشتغل معاك بذمه وضمير ويقدر ان هو يوصلك لحاجه، الموضوع ده فعلا مش صعب. صح. دكتور السيرابيست احسن. انا ما بحبش برضو الدكاتره للاسف الشديد بسبب برضو حاجه تانية، ايه؟ ان هم بيلجأوا بسرعه جدا للادويه. يعني بيتسرع قوي ان هو يدي لك كيميكالز، انهم قصدي وانت لو جسمك اتعود على الكيميكالز عشان يصرفها هتحتاج وقت طويل برضه عشان ينتج هو الهرمونز. تقدر تكمل كيميكالز بسبب كده. فانا برضه دي مشكلتي مع الدكاتره. فاهم قصدي؟ انا عندي ان انت تتعب انك تدور على حد لايف كوتش كويس يفولو اب معاك، احسن من ان انت تجري على دكتور. فالدكتور اول حاجه هيعملها يروح رزع الكيميكالز، خد ده مش كويس. ده مش حلو. فيعني الحل الاول للمشاكل السايكولوجيكال، المشاكل اللي خلت الشخص ده دلوقتي بيحاول ان هو يتجاهل ونعدي القصه دي، وبعد كده نبتدي نشوف احنا عايزين نروح فين او عايزين نعمل ايه. حلو. في النهايه الشخص اللي ما بيواجهش مشاكله، اللي ما بيواجهش الوضع الحالي اللي هو فيه، هيفضل طول عمره عمال يهرب، يدخل في حته ويهرب ويدخل في حته ويهرب. يعني على راي جد الله يرحمه كان دايما يقول لك كتير النط قليل الصيد. يعني اكسر النط قليل الصيد. دلوقتي مثلا على في حته معينه على النيل، رميت الصناره ما اصطادتش، مش عاجبني، اروح اقف في حته تانية ارمي الصناره ما عجبتش، مش عاجبني، اروح واقف مثلا في القناطر، اروح واقف مثلا في اسوان. كل ده انا مش عارف اصطاد. ليه؟ لان انا عمال اتنطط كتير. انما لو انا وقفت في مكان واحد ورميت الصناره وصبرت هتصطاد. صح، حتى لو انت كنت واقف في ميدان التحرير. صح، لو حظك بقى تصطاد في الزباله. ايوه بس هتصطاد. تمام يا هندسه. طيب نيجي بقى للشخصيه الرابعه. حلو. هو بيبقى ماشي كده دايما، بيبقى عنده عضلات كتير. حلو. والحياه بالنسبه له جيم بس. حلو. هو جاي الجامعه يعني هو شايف الحياه دلوقتي جيم بس. حلو. غالبا بيبقى مهتم بصحته بشكل غلط، يعني حتى مش دايما بشكل صح، لان انا رياضي فانا فاهم ان في ناس في الجيم ساعات تضحك عليه في حته الاسترويدز والمكملات والقصه دي. انا واحد من الناس مؤمن جدا بفكره الرياضه والهيلث. انا شايف ان مجالنا، يعني وانت برضو قول لي رايك، مجالنا لازم تلعب رياضه.
صح عشان بقعد كتير قوي، انا متفق حلو. بس بحس ان هو بيخش الكليه وحاسس ان هو ايه، الناس دي كلها برضو عارف حته الغرور شويه، الناس دي كلها يعني ايه ملهاش في صحتها، انا اجمد واحد هنا بس فيزيكالي مش منتلي، فاهم؟ خد حته الكومباتيف بروجرامينج بس في حته تانية. حلو. فبرضو يعني هو بيبقى عنده مثلا ايه، يقول لك انا كده هبقى بطل رياضي، هبقى بتاع كمال اجسام، هبقى موديل، وبرضو القصه دي انا داخلها ايه يعني. فايه اللي انت ممكن تنصحه بيه؟ حلو. بص، اول حاجه الناس اللي بيشتغلوا بالطريقه دي او بيبقى واخد الموضوع رياضه بس، القصه دي حاجه من اتنين. يا اما واحد هو عارف هو بيعمل ايه، يعني واحد ده عايز يخش البطولات، او واحد مثلا عاوز يعمل مثلا موديل زي ما انت بتقول او حاجه زي كده، فده بيكون كويس. يعني حتى لو هو مش هيهتم بالمجال بتاعنا، ما طز في مجالنا، هو راجل عارف هو بيعمل ايه، تمام. طالما هو عارف هو بيعمل ايه خلاص. بس دي نسبه قليله، فاهم قصدي؟ ما انا لسه جاي في الكلام بقى. طالما هو عارف هو بيعمل ايه، تمام. طب لو هو مش عارف هو بيعمل ايه، وهو مش بياخد الموضوع ده عشان يعمل بيه مثلا بطولة او كلام من ده، ولا واخد الموضوع بس عشان خاطر ان هو يبقى يعني فيزيكالي كويس، بيبقى الناس دول في الاول وفي الاخر بيبقوا بيدوروا على المنظر. يعني هو بيدور على المظاهر، هو شايف الدنيا مظاهر، مش شايف الدنيا جوهر. تمام. فبالتالي هو اول حاجة لازم يفهم ان التفكير بتاع البني ادم بجسمه ده كان تقريبا موجود من 100 سنه. يعني مثلا لما تلاقي مثلا امك مثلا في البيت بتقول لك يا ابني ما تاكل شويه واتخن، ده فلان الفلاني مش عارف قد الحيطه. الكلام ده كان بيتقال مثلا من 50 60 سنه. دلوقتي الصحه ما بقتش بالجسم الكبير والكلام ده كله خالص. انت حرفيا ممكن يعني يكون في عندك مرض مناعي بس صغير، ولا عندك حاجه معينه في الدم ولا كلام من ده، وانت جسمك قد كده، تبص تلاقيها ازهار فكره صفيت في لحظه. فالحياه مش مظاهر ومش مناظر. تمام. ولازم يكون انت عندك توازن ما بين الفيزيكال هيلث وما بين المينتال هيلث. حلو كده. تمام. لازم يكون في توازن ما بين الاثنين بطريقه ما، ولازم تكون عارف انت بتعمل ايه يعني، وبتعمل ده ليه. لو بتعمل اي حاجه عشان خاطر الناس، فانت مش هتعجب الناس. مهما عملت انت مش هتعجب الناس، بعضلات مش هتعجب الناس، رفيع مش هتعجب الناس، طويل مش هتعجب الناس، تخين مش هتعجب الناس، بشعر مش هتعجب الناس، باقرع مش هتعجب الناس. كل ده هتلاقي في ناس انت بتعجبهم وبيقولوا تمام، وهتلاقي في ناس تانية انت بالنسبه لهم حاجه زي الزفت. تمام. والكلام ده ينطبق على الاولاد والبنات. يعني لو انت مثلا عامل عضلات مثلا عشان البنات يشوفوك فيحبوك، هتلاقي في بنات بيحبوا العضلات وبيحبوا، وهتلاقي في بنات ما بيحبوش القصه. فكر. والله صح. ايوه كده. بص على فكره، مثلا البنات ما بيبصوش يعني فكر العضلات بالنسبه للبنات هو فاكتور صغير من ضمن فاكتورز كتير جدا البنت تبقى حاطاها في دماغها وهي باصه مثلا للولد ده. فاهمني؟ اهم فاكتور عندهم تما هي الامان. السيفتي انت بالنسبه لها مصدر الامان. عند البنت هي الامان، وممكن تكون عضلاتك دي بالنسبه لها عدم الامان اصلا. هاي برافو. ايه لكن انت واحد مهتم بنفسك فيزيكال بطريقه غلط، وعاوز بس تكبر الجثه مش اكتر. فاهم قصدي؟ فانت بالنسبه لها هتخوفها. ايوه. هتحس ان انت ممكن تمارس ده عليها غلط. ايوه ممكن تتعنفها. انت حمايه بالنسبه لها، انت لا بتمارس ده عليها بشكل غلط. فانت ممكن تكون انت عندك هدف وبتعمل حاجه تانية اصلا ضده. صحيح. صح، يا وجهه نظر جدا يعني. الله يميت. يانا مثلا كنا بنشوف عيال يعني مثلا في الكليه، ايام الكليه يعني ناس بتكون وحشه جدا وماشيين مع بنات قمار، وتشوف مثلا ناس ويكونوا هم يعني ولا عضلات ولا الكلام ده كله، وواقف على بنات زي القمر. ملهاش علاقه، مش مرتبطه ببعضها. الحته دي هتبقى الموست واتش ده. استعد ورا هناك الناس تخش الفيديو عشان تشوف الحته دي. والله فعلا. كم من الفاكتورز اللي البنوته بتبص لها عشان الولد ده يبقى عاجبها، ده لو هي متزنه. وعلى فكره اغلب البنات اعقل مننا متزنين عن الولاد. ايوه في الصوره. ربنا يكرمك. ده حقيقي. عقل البنت بيسبق عقل الولد بمراحل. يعني زي مثلا البنت اللي من سنك عقلها سبقك بما يقلش عن 3 سنين، ما يقلش مينيموم 3 سنين، ده اذا ما كانش 5 سنين و6 سنين. تمام. فهم متزنين كويس جدا وعارفين كويس جدا هم عايزين ايه، والسنسورز اللي جواهم عاليه بطريقه لا تتخيلها. فاي حاجه فيك انت هتعملها هي هتحسها وهتكشفها من غير ما انت تعمل اي حاجه، وانت ماشي تتمشى كده بس. حرفيا
والله ايوه صح، انا اتفق معاكم. يعني هي تبقى حاجات كلها ايموشنال. فانت لو ده مثلا هو كان التارجت بتاعك ان انت عايز تعمل منظره، فانت تعجب الناس، انت مش تعجب الناس. طب بلاش، انت عايز تعجب اصحابك او تعجب اهلك ان انت عضلات ومش وكلام ده، مش برضه ممكن ما تعجبهمش عادي، تصرفاتك ما تعجبهمش، ما فيش اي مشكله خالص. فهي دي الفكره، هو هي نفس الفرق ما بين اليو اي واليو اكس. ان انت نبلت يو اي جامد قوي بس ستة يو اكس من فين اليوم مش هكليك هنا. فرحتي بسيستم شكله حلو ليه كام، بس بكفايه استخدمه ما بعرفش استخدمه. صح. هي نفس الفكره بالنسبه للناس او الناس اللي بيهتموا بالمنظر، على فكره نفس الكلام بالنسبه للبنات، وفي بنات كتير جدا يو اي مش يو اكس. صح، وجهة نظرك عندك. روج وبيكات ولبس بس يو اكس ما مش يو اكس تتكلم معاها، هو كأن انت وقفت تتكلم مع واحد صاحبك، او كأن انت لا صاحبي ممكن يبقى اذكى ساعات بس احيانا يعني. حقيقي. يعني انت، هي الفكره كلها ان انت تهتم بالجوهر، تهتم بالمضمون، فاهمني؟ ودايما مهما كنت انت حلو او مهما انت كنت وحش، هتلاقي نفسك اودينس. صح، هتلاقي نفسك معجبين، وهتلاقي نفسك لايكات، وهتلاقي نفسك ديسلايكس. فخليك نفسك احسن، يعني كون نفسك لازم احسن. تبقى فيك. عشان انت تراضي نفسك الاول، وبعدين اللي عاجبه يعمل لايك واللي مش عاجبه يعمل ديسلايك. حلو قوي، حلو قوي. طب انا ممكن ادي هديه للمتابعين بما انك فتحت الموضوع ده. في هديه كده للمتابعين غير الحته دي هتبقى موست واتشد. في بما انها تبقى موست واتشد، في حاجه الباشمهندس قالها في النص، الفيزيكال هيلث والمنتال هيلث. انا اتكلمت عن ابلكيشنز عندي على القناه، في ابلكيشنز انا بستعملها يوميا في الهابتس. اتكلمت في فيديو ده قبل كده، بروج الفيديوهات دلوقتي. حلو، كان فيديو اللي هو بتاع تنظيم الوقت والعادات، واتكلمت فيه ان في ابلكيشن اسمه نيورونيشن، ده بتاع منتال هيلث، صحه عقليه بس. في بيقول لك ان عليه 7% بس بيهتموا بصحتهم العقليه. زي ما في تريننج للجيم، في تريننج الابلكيشن ده. والابلكيشن ده معمول عليه دراسات، هو الماني معمول عليه دراسات. وانا اتكلمت عنه على القناه. انا ما فيش اي يعني مش سبونسر ليه، لا، بس انا بستعمله بشكل شخصي. والابلكيشن هو فعلا حلو، واتعمل عليه دراسات. الناس عندها زهايمر، عندها بتعمل جيم بس لمخك. ايوه حلو. فانت زي ما انت محتاج انت تدخل تاخد دش لجسمك، صح، تقدر تاخد دش برضه لنفسيتك. بالظبط. انت عارف الموضوع عامل زي ايه؟ اوصف لك الموضوع بطريقه لذيذه قوي. تخيل مثلا كده ان احنا معانا الكوبايه دي انا جيت شربت فيها شاي ما غسلتهاش، تمام حلو. عايز اشرب مانجا، رحت حاطط المانجا على الشاي، هيبقى طعمها مش في شيء كده. تيجي تشرب المانجا هتحس ان طعمها في حاجه غلط، في حاجه مش مظبوطه، بس هتشرب. فاهم قصدي؟ بعد ما تشرب انت ما غسلتهاش، هتروح حاطط عليها فراوله، فانت مش قادر تحس بطعم الفراوله، فهتحتاج تحط فراوله مركزه عشان تحس بطعم الفراوله، بس انت برضه ما غسلتهاش. تيجي بقى تحط فوقيها بقى، وتقعد تحط فوقيها ان انت بتعمله في نفسيتك. صح، برافو عليك. الصح ايه؟ انك تغسل الكوبايه، تغسل نفسيتك. صح، صح. انك ازاي تحسن نفسيتك، المنتال هيلث بتاعتك. انا عشان كده بتكلم عن الموضوع ده، الناس كتير مش مهتمه بيه. وحاجه اخيره برضو انصح الناس بيها، الفيزيكال هيلث. انا لفيت لفه حلوه في الجيمات، وبقول لكم احسن رياضات هي الرياضات الطبيعيه، البوكس، الكاليستينكس، الجمباز، الضغط والبطن والعقله. الحاجات اللي انت قد تكون شايفها بسيطه، لكنها هي رياضات الحياه اللي بتديك لونجيفيتي، ان انت تعيش لوقت طويل. ستريتشات، الحاجات دي الحاجات البسيطه جدا، مش محتاجه تكلفه عاليه، ومش محتاجه اماكن كتير. بس ده الشخص الرياضي اعتقد اتكلمنا عنه. حلو. مستمتع جدا معاك بالحوار، انا مستفيد جدا. حلو. الشخصيه الخامسه بقى، ده غالبا بيكون ايه اللي ده في موضوع الشخصيات، تحليل الشخصيه والحاجات صدقني انا قعدت احضر الموضوع كتير، وقبل ما اجي لك غيرت الورق ده، انا عامله قبل ما اجي لك، لان جالي الفكره يعني ده بقى اللي بنسميه ربنا بيكرم، انت قاعد ايه، بحضر بقالي اسبوع للفكره، ففي اخر لحظه عارف شويه الملح اللي تظبط تعرف انا عملت اصلا اختبار تحليل الشخصيه ده، عملته لاكتر من 3000 واحد او 4000، رقم كبير جدا. قعدت مع كميه ناس في موضوع تحليل الشخصيه ده بالهبل. انا اصلا بحب الموضوع ده جدا يعني. واضح عليك، عشان كده انا دخلت. الحمد لله ربنا كرأيه جت كده. حلو. الشخصيه الاخيره بقى التك 3، ده واحد انا مش عارف، يعني انا مش عارف الباك جراوند، بس انا بتخيل بقى. انا ما اعرفش، هتخيل ان هو واحد عنده 14 سنه، شاف يوتيوب، شاف كورس HTML و CSS، شاف شويه PHP، شاف شويه C++، شاف شويه جافا سكريبت. فهو داخل وشاف شويه بايثون، داخل الكليه عارف الحاجات دي كلها. حلو.
فيقول لك ايه بقى الساينس ده كله كلام فاضي. ملوش لازمه، انا عايز العمل. انا في الاخر عندي ايه؟ عندي مكتبات جاهزه. ده بقى الاكستريم من الناحيه التانية. عندي حاجات جاهزه، هخش اعمل ايه بقى؟ اخش اخد الحاجات الجاهزه الجميله دي، وفي الاخر انا في شغلي برمي مكتبات جاهزه. هتفرق في واحد بيطلع الساينس ولا انا في الاخر عايز برودكت حلو؟ ترد عليه بايه؟ او طيب حلو، نقطة على بشخص زي ده نقول له ان انت النهارده ما ينفعش تقيس البيزنس عن نفسك. يعني ما ينفعش تقول ان كل الناس عايزه برودكت وخلاص. لا، في ناس عايزه برودكت بيأدي ببرفورمانس معين. في ناس عايزه برودكت يكون بيستهلك مثلا من الميموري حيز اقل. تقول زي ايه المشكله مستهلك الميموري حيز كبير؟ اقول لك حبيبي فلوس يا حبيبي، فلوس. انت النهارده انت لما تستهلك حيز اكبر من الميموري يعني هتجيب سيرفر بفلوس اعلى، يعني هتتكلف اعلى. واحد زي النهارده انا فاتح شركه، لا انا بتفرق معايا الحاجات دي. ده النهارده بتستهلك ليه ميموري كتير؟ الميموري كتير دي بتدفعني كل سنه مثلا على السيرفر مثلا $1000 زياده. انا اولى بيهم $1000 دول هحطهم في حاجه تانية، هحطهم في ماركتنج مثلا ولا في اي حاجه تانية. فانت النهارده مش كل الناس هتاخد المشروع وتتراضى وتقعد وتقول تمام زي الفل. لا، هيبي لك عملاء تانيين عندهم ريكويرمنتس اعلى. وكل ما انت بتعلى في شريحه العملاء، كل ما انت بتطلع وتتعامل مع شريحه عملاء انظف، كل ما انت بتاخد فلوس احسن بكتير قوي. ومش بس كده فلوس احسن، يعني قصه مش قصه فلوس، قصه التعامل نفسه مع الشخص. يعني التعامل مع العميل، التعامل مع العميل الفقير صعب قوي. صعب في ان انت تاخد منه ريكوار، وصعب في ان انت ترضيه، وصعب في ان انت تاخد فلوسك منه بعد ما تخلص. صعب والله العظيم، صعب في كل حاجه. اما لو انت اشتغلت مع عميل محترم والعميل ده بيحترم شغله، هيحترمك انت كمان. واي بي سي ان انا احترم شغلي، ان انا استلم بروجكت يكون الكود بتاعه مكتوب كويس، يكون البرفورمانس بتاعه كويس، يكون بيستهلك مساحه اقل من الميموري، تمام، يكون انت باصص لمعايير كتير وانت بتبرمج. على سبيل المثال بتبص مثلا لمعيار السكيورتي، تمام، هل الموقع ده سكيور كفايه ولا هل هو السكيورتي بتاعته ضايعه والكلام ده كله. طيب الانفايرمنت اللي هيشتغل عليها المشروع ده شكلها عامله ازاي؟ هيشتغل على كلاود ولا هيشتغل على مثلا سيرفر عادي في اي حته، ولا شيرد هوستنج، ولا هتحطه اون بريميسز مثلا، ولا هتعمله شكله عامل ازاي؟ طب لو كلاود، الانفراستراكشر نفسها بتاعت الكلاود هتبقى شكلها عامله ازاي؟ هيبقى فيه لود بالانسر ولا مش هيبقى فيه؟ يعني في تفاصيل كتير جدا العميل اللي بيطلب مشروع محترم بيبقى عاوزها تبقى متظبطه. تمام. الحاجات بقى الكلام الكتير اللي انا عمال اتكلم فيه ده انت مش هتعرفه من التكنولوجي، انت هتعرفه من الدراسه الاكاديميه مبدئيا اللي انت هتاخدها في الكليه، زائد تطويرك لنفسك في الكورسات اللي احنا الخارجيه ده كنا بنتكلم عنها، اللي هي الكورسات اللي هتبقى نون تكنولوجي. يعني مثلا وعلى سبيل المثال ماده مثلا زي الاوبريتنج سيستم، الاو اس ماده من المواد القويه جدا في الكليه، لكن انت ما بتحسش بفايدتها غير لما تتخرج، لما تتخرج. انا واحد من الناس تنزيلها الحقيقيه. فاهم قصدي؟ هتعرف الفرق بين انت تتعامل مع ويندوز وان انت تتعامل مع لينكس، وان انت تتعامل مثلا مع يونكس وقصه. هتشوف انت كل اوبريتنج سيستم بيبتدي ان هو يمانج ازاي التاسكس بتاعته والكلام ده كله. يعني ماده من المواد القويه جدا. تمام. فالنهارده انت مش هتعرف تعمل حاجات كتير لو انت كسايتس تعبان. على سبيل المثال انا مثلا كنت في شركه ما واتعرض علينا مشروع كان صعب قوي وقتها، كان لسه مفيش بقى ماشين ليرنينج ولا في القصه دي، ودكتور جامعي وعاوز يعمل مشروع ابحاث علميه، وعاوزنا نشوف البحث العلمي ده هو كان ناقل من ابحاث تانية ولا لا. وقتها لا كان في ماشين ليرنينج ده ما كانش فيه الكلام ده. لازم تستعمل الجوريزمز، لازم تستعمل الجوريزم يساعدك ان انت تسيرش بسرعه. اعملها ازاي؟ انا حليت الموضوع ده بسطر كود واحد بس، او مش سطر كود، هو سطر كده كان في كتاب بتاع ماده اسمها كويري اوبتمايزيشن. كانت ماده عندي في الكليه. اوكي، كلمتين كده مكتوبين في وسط الكتاب كده، كان بيعبروا عن حاجه معينه موجوده في الداتابيس انجن. دخلت سرشت عليها، عرفتها، عرفت اعمل من خلالها الالجوريزم اللي يبحث جوه كتب وريفرنسز كتيره ويجيب لي النتيجه اللي انا عاوزها في الوقت اللي انا عاوزه مثلا. عشان انت عارف يعني ايه الجوريزم، او عارف يعني ايه كوري اوبتمايزيشن بالظبط. لو انا ما كنتش اعرف المعلومات دي، وفعلا في غيري ما كانش يعرفها، كل ما كان يتعرض المشروع ده الديفلوبر يقول انا مش هعرف اعمله. طب الديفلوبر بعد لا مش هعرف اعمله. ده غير ان انت ممكن تتقل سعرك بعد كده في حاجه زي كده لان مفيش غيرك. طبعا هي دي الفكره. وحتى لو في غيرك، ما انت النهارده بتشتغل، انت بتحترم شغلك. كل ما انت احترمت شغلك العميل هيحترمك وهيجي لك عميل محترم اكتر. لذلك الناس اللي بيستغربوا احنا ليه بيجي لنا عملاء وحشين،
يعني احنا ليه بيجي لنا عملاء ما بيدفعوش؟ احنا ليه بيجي لنا عملاء بيدوخونا؟ عشان انت ما بتحترمش شغلك. انت لو بتحترم شغلك مش هيجي لك العميل ده، هيجي لك عميل احسن بكتير جدا منه. الكلام ده انا بقوله ليا وبقوله ليك وبقوله اللي بيتفرج عليا وكل حاجه. وحتى لو في الاول جالك عميل مش قد كده، بعد كده لان في الاول لسه يعني. ماشي هتحسن، هتحسن، بس نقصد ايه؟ ان انت في النهايه مش هتقدر ان انت تسيطر على ادواتك كلها بتاعه المجال بتكنولوجي بس. صح. مستحيل. لا، لازم تبني المايند سيت بتاعتك كسوفت وير انجينير بشكل عام، وتكون يعني مايند سيت مظبوط. حتى لو انت مش داخل طالب حاسبات اصلا انت محتاج تعمل ده. حلو. طيب بما اننا اتكلمنا على الحته دي، ايه بقى المواد اللي انت بتقول؟ يعني انت قلت الاو اس مثلا، خلينا ناخد مثلا 5-6 مواد تقول ان هو لازم يكون طالع فاهمهم يعني 100% من الكليه، وحتى لو ما فهمهمش لازم بعد الكليه يذاكر. مواد كتير، يعني مثلا عندك الالجوريزم والداتا ستراكشر، في ناس بيدرسوهم على ماده ومادتين. عندك الداتابيز، في ناس بتدرسها على مادتين وثلاثه. تمام. عندك النتورك، في ناس بتدرسها على مستوى ومستويين. السكيورتي، اوكي، هذا بسم الله الرحمن الرحيم، كنا لسه بنقول ايه ده؟ اوبريتنج سيستم او اس لا الكومبايلر. يعني في كولكشن كده، الله يخضرني كل المواد يعني. بس لازم يبقى عارف الحاجات دي، لازم تبقى فاهمها. ما يدرسش ان انت تاخدها كده. حتى انتروداكشن تو كمبيوتر ساينس دي اول ماده، دي مهمه جدا. عرفك اصلا يعني ايه باينري، يعني ايه باينري سيستم، ايوه، والتحويلات والاوبريشنز مهمه جدا على فكره. فالالكترونكس على فكره، الالكترونكس والديجيتال ديزاين والحاجات دي قويه جدا، مهمه جدا. انت فاهم اللوجيك ديزاين الحاجات دي بقى معموله ازاي بالهاردوير. لو حد يعني انا لما ببص كده اغلب المواد اللي بتدرس في حاسبات مهمه والله، حتى الرياضيات والاحصاء مهمه. يعني هو انا قوي في الماشين ليرنينج. في شويه حاجات تافهه، يعني مثلا فيزيكس ممكن ما تحتاجهاش قوي مثلا، يعني فاهم قصدي. عندك مثلا كونتنت رايتنج، مش فاكر نسميها تكنيكال. ما كانتش مهمه قوي يعني. في شويه حاجات اسكس كانت برضه يعني كانت حاجه سهله برضه، بس سهله، بس اقصد اقول ايه، قليله. في مواد كتير جدا جدا في حاسبات مهمه قوي، ولو انت حتى مش طالب حاسبات مهم ان انت تكون عندك فكره عنها عشان تبني المايند سيت بتاعتك كويس. بس حلو قوي. تعالوا بقى ناخد الناحيه الثانيه. احنا اتكلمنا عنه. حلو. هو فاضل لنا شخصيتين بس. حلو. شخصيه السي بي فريك انت اتكلمت عنها، اللي هو كومباتيتيف بروجرامينج فريك. حلو. مبدئيا انا كواحد بشرح كومباتيتيف بروجرامينج، انا بيبقى عندي عليه ملاحظتين. حضرتك قلت ملاحظات اكتر، بس بيبقى عندي عليه ملاحظتين. الاولى ان هو شايف الحياه في الجوريزمز وستراكشرز بس، لان دول اللي احنا بنحل بيهم. تاني ملاحظه، هو ما بيعرفش ترانسفير. يعني ايه؟ يعني هو مفكر ان الكومباتيتيف بروجرامينج هو بروبلم سولفنج، هو في حين ان مصطلح بروبلم سولفنج هو اشمل من كلمه كومباتيتيف بروجرامينج. احنا بنقول بروبلم سولفنج لان احنا بافتراض ان انت المفروض عرفت تطبق الكومباتيتيف بروجرامينج على البروبلم اللي عندك، المفروض تطبقها على اي حاجه في حياتك، لكن ده ما بيحصلش. في ناس كتير ما بتعرفش ترانسفير. يعني هو استاذ ان هو يجي له بروبلم يطلع الكونسترينتس، لو جاله بروبلم في حياته ما عرفش تعمل معاه. دي اكتر. فانت ايه ملحوظاتك على الشخص اللي انت قلت ملحوظات، بس ازاي اخليه ترانسفير السكيل دي، وازاي اخليه يتعلم حاجات تانية؟ نرجع تاني لفكره التايم فريم. لازم يكون في عندك تايم فريم لشغل الكومباتيتيف بروجرام. يعني الموضوع ده ما يسحبكش، ما يسحبكش 4 سنين. انا عارف ان في ناس بتنصح ان انت تقعد 4 سنين شغال في المنطقه دي، بس انا عارف ومع شديد احترامي ليهم ولشخصهم الكريم، تمام، بس انا شايف ان ده غلط. انا اصلا اي حد يطلع ينصحك بنصيحه ويعممها لك على الوقت كله ويقول لك اسحب وقتك كله فيها، انا شايف ان ده كده في حاجه غلط. يعني ما اعرفش بقى هل هو بقى عنده مصلحه بقى في الموضوع ده، عنده حاجه معينه، ما اعرفش، ما عنديش فكره، ولكن انا مش شايف ان دي نصيحه مفيده. انت لازم تقسم وقتك، خد لك اول سنه، خد لك اول سنتين، مش عارف ايه، تكون مش شغال في الموضوع ده، وتبتدي ان انت مع الكومباتيتيف بروجرامينج سايد باي سايد. لازم تكون بتقوي نفسك في السوفت سكيلز سايد باي سايد. قدم مثلا على اسره من الاسر اللي موجوده في الكليه، واعمل بقى اكتيفيتيز معاهم وكلام من ده، ادخل مسرح، العب كوره، اعمل اي حاجه تخليك انت وسط الناس وبتاكت وسط الناس. ما تحبسش نفسك في بيتك وتقعد على الجوريزم والداتا ستراكشر وبس والفيلم ده، لان ده هيضيعك سوفت سكيلز. سايد باي سايد مع الكومباتيتيف بروبلمينج سوفت سكيلز. تمام. بعد كده لازم تدخل في تكنولوجي، لان دي اللي هتنفع تشتغل بيها.
دي اللي انت هتطلع تحط ايدك فيها وبيشتغل، سواء بقى فريلانس او سواء في شركه او ايا كان. لو ربنا يكرمك يا سيدي بفان، وربنا يكرمك بقى احسن شركه في الدنيا، بس لازم يكون في بلان بي. ما ينفعش ان انا افضل على بلان ايه وهي دي الوحيده اللي انا ماشي فيها وبس، خصوصا ان موضوع الفانج ده موضوع مش مضمون يعني، مش هو الفاكتور الوحيد كومباتيتيف بروجرامينج يعني. بالظبط. انا هضيف بس حاجه على كلامك. الناس يا جماعه اللي بتروح فانجز من الكومباتيتيف بروجرامينج بس بيبقى غالبا طالع من الاي من ثانوي، بيبقى متعلم جامد قوي، بيبقى سابق الناس قوي. ثانيا بيبقى في ليفل وحش، يعني بيروح الاي سي بي سي دي 120 فريق في 3، يعني هو من احسن 360 نفر على الكوكب عشان يضمن مكانه في فانج. حلو، يعني هو في الحته دي هو من احسن. ولما بيروح الشركه دي حلو، هو انا ما اعرفش ايه اللي بيحصل، او ما يعني انا ما كنتش من افضل 360 واحد، بس نسبه زي ما قلت نسبه قليله جدا، نسبه قليلة. كمان الشركات دي انت بقى لو انت شاطر بس في الكومباتيتيف بروجرامينج، مش فريك زي ما بنقول كده، عشان توصل للشركات دي بيبقى فيه 7 أو 8 اجزاء في الانترفيو. في سوفت سكيلز، وفي اصلا التكنيكال بتاعك. هو الكودينج سكيل بيبقى عليه جزء كبير كومباتيتيف بروجرامينج ده حقيقي، لكن الباقي بيسقفك عادي جدا. حلو، فانا معاك جدا في فكره البلان دي، اتفق معاك 100%. طيب حاجه اخيره برضو، ده ترويج معلش بس انا حلو. بصوا يا جماعه، بالنسبه اننا اتكلمنا عن التك والسي في والتايم فريم، انا نشكر ربنا انا يعني بقى لي 4 سنين بشرح الموضوع ده، وهاخد انا قاعد دلوقتي، انا قعدت 4 سنين بشرحهم وبطلع لكم كورسات بنعمه ربنا. لو خدت 6 أو 7 كورسات عندي اللي هم اول 6 شهور، انا لسه طلعت اول كورس شغال في تاني كورس، يبقى معاك 6 شهور هتطلع بنعمه ربنا متقن المهاره دي تماما. انا بنعمه ربنا هتقدر تحل ليفل A و B و C على كود فورسز. طبعا باشمهندس اي تي ليجندز عنده بقى تكنولوجي لو انت عايز تتعلمها يعني. عموما انا بنصح الناس ان هم لو اللي عنده وقت واللي يقدر ان هو يتعلم فعلا كومباتيتيف بروجرام يتوكل على الله، يعني لان هي حاجه كويسه، انا مش متضايق منها، هي كويسه جدا، واديها وقتها، اديها تايم فريم ان انت يعني تشتغل فيها وتحل فيها كويس جدا، هتقوي دماغك وتخليك انت مختلف. حلو، ما عندناش مشكله في كده يعني. وانا دخلت حتى شفت الكورسز، بصيت على القناه عندك وبصيت على بعض الحاجات اللي في الشرح، لا انت يعني بصراحه عامل شغل جميل قوي، وان شاء الله باذن الله يعني ويلنج ان الحاجه دي توصل للناس. ربنا يخليك ان شاء الله، ربنا يخليك يا هندسه. حلو. ايوه بقى، انا كان هدف احط كريكولم، لان الحاجه دي ليه بتاخد وقت من الناس؟ ان مفيش كريكولم، دي حقيقه مفيش كريكولم واضح. فعشان كده انا بقى اخر شخصيه واللي هي عايزين نوصل لها 7 ورقم الكمال. حلو الكمال لربنا وحده يعني، بس يعني بنقول انا عايز ابقى بالانسد. فاديني كده تايم فريم. انا راجل دخلت الكليه دلوقتي، انا عايز اجرب حاجات كتير، عايز اجرب كل حاجه، وفي نفس الوقت انا راجل وسطي جميل، ما عنديش مسؤوليات في البيت، مش لوكينج فور ماني. انا طالع من ثانويه عامه وجايب مجموعه، يمكن الكليه كنت عايزها، يمكن كنت عايز هندسه، بس انا في الحته الوسطيه الجميله، مش متضايق من الكليه، ممكن حاببها، ممكن مش حاببها. يعني ليه لا، في صدقني كتير يعني. انا كنت من الناس اللي حابين، كان نفسي بعد ما دخلتها ما حبيتهاش قوي، بس يعني كان نفسي نخش الكليه. فيها عذاب شويه الكليه، بس انا كنت حابب اخش حاسبات يعني. او حتى لو هو متضايق، بس هو في الحته الوسطيه، هو مش داخل بمايند معينه، على قد ما هو انا عايز اشوف يعني مرحله جديده في حياتي، مش عارف اعمل ايه، ازاي ابقى بالانسد، ازاي اطلع باكبر قدر من الاستفاده في ال4 سنين دول. حلو. اول حاجه ادي كل حاجه حقها، يعني وقت الدراسه ووقت الكليه تمام، اديها حقها كويس جدا. يعني ايه؟ لما تقعد قدام دكتور بدل ما تتريق عليه، اقعد افهم منه، اقعد افهم اللي هو بيقول. تمام. زميلك اللي قاعد عمال يكتب ملخصات، بدل ما تتريق عليه بدل معاه الملخصات، مثلا انت تبقى بتلخص ماده وهو يلخص ماده تانية واستفيد منه. حلو. في فتره الدراسه، يعني في الفتره اللي انت فيها في الدراسه، لازم تدير وقتك بشكل كويس جدا. لازم تدير الفتره اللي انت فيها في الكليه، والفتره اللي انت لما ترجع هذاكر امتى وهاخد كورسات امتى، لان الكورسات دي خلاص دي حاجه اساسيه بالنسبه لنا كاي طالب حاسبات. في الاجازه لازم تدير الاجازه بشكل كويس جدا، هدي قد ايه نسبه، قد ايه للتكنولوجي، هدي نسبه قد ايه للكومباتيتيف بروجرامينج او الاساسيات بشكل عام، وهاخد ده امتى وهاخد ده امتى. كل دي حاجات انت محتاج ان انت تعرفها وترتبها عشان تبقى البلان بتاعتك واضحه بشكل كامل. انا مثلا بنصح ان سنه اولى دي، لو انت خرجت من سنه اولى بتعرف تكتب كود كويس وبتعرف تحل بروبلم، فده هايل جدا. تعالى في اجازه سنه اولى ابتدي خش شويه
في حاجه مثلا كومباتيتيف بروجرامينج وحل اسئله وكلام من ده، هتبقى ممتاز. طب انت يا عم مش عايز تمشي في الكومباتيتيف بروجرامينج، يا عم ذاكر اساسيات، خد ذاكر داتا ستراكشر اند الجوريثم، وحل شويه مسائل بسيطه في تحسين البرفورمانس ومش عارف ايه وكلام من ده، ومش مشكله عادي زي الفل. في اجازه تانية ممكن نبتدي ان احنا بقى وقتها دلوقتي ناخد تكنولوجي في الوقت ده، انك هتبقى داخل ثالثه مثلا، فانت ايه محتاج يبقى معاك تكنولوجي تبتدي ان انت تعمل فيها مشاريع لحد ما تتخرج. تمام. اجازه ثالثه ممكن تبتدي تتفسح شويه ما بين المجالات، يعني انت خلاص كانت التكنولوجي بقى معاك حاجه بتشتغل فيها بتضطر تطلع بيها حاجه. تمام. ممكن تتفسح شويه وسط المجالات، لو في مجال عجبك او كلام من ده وحبيت ان انت تدخل فيه، ممكن تبتدي ان انت ايه تجرب وتشوف لو تمام تبدل التكنولوجي، مش هيبقى صعب عليك. انت في حاجه انت خدتها لحد الان الاساسيه وتاسست كويس، فانت تقدر ان انت تتنقل ما بين تكنولوجي لتكنولوجي تانية او من تخصص لتخصص تاني بسهوله. في سنه رابعه هتحتاج برضو ان انت تكمل على نفس اللفه بتاعت التخصصات والكلام ده مع مشروع التخرج بتاعك، بحيث ان انت خارج من الكليه انت 100% انت عارف كويس جدا انت هتشتغل في ايه. مش هنخرج بعد الكليه نفكر في تخصص او نبدل تكنولوجي بتكنولوجي او القصه دي، لا يا باشا، انا داخل اعمل سي في واحط مشاريع واعزم في شركات بس. حلو جدا. ده مجرد تصور مبدئي، يعني ممكن التصور ده يتم التعديل عليه. يعني ممكن واحد يقول لك لا انا هاخد اول سنتين كومباتيتيف بروجرام مثلا، اقول له يا عم ولا هتوكل على الله، بس في اجازه ما ينفعش اجازه ثالثه تعدي وانت ما اتعلمتش تكنولوجي. ما ينفعش. ليه؟ لان خلاص داخل رابعه هتعمل مشروع التخرج بايه؟ فاهمني؟ ولا هو نقعد بقى نعكر شويه من هنا على شويه من هنا ونلزق كوب من هنا على كوب من هنا ونطلع اي حاجه نراضي الدكتور ونمشي؟ هنعملها ازاي؟ لازم تكون داخل سنه رابعه معاك حاجه بتعرف تعلم بيها حاجه. ايه تاني الحاجه دي ايه يعني؟ فاهم قصدي؟ وبعد التخرج مفيش حد هيصبر عليك ولا هيستناك. يعني والدك ووالدتك عايزينك تشتغل، ده حقيقي. يقولوني بقى ان انت بنصرف عليه بقى لنا حاجه 20 سنه، لا هيطلع ايه؟ مثلا فاهمني؟ ويعني في بعض مثلا النصيحه بتاعت تقعد 4 سنين كومباتيتيف بروجرام دي، اللي هي نصيحه بالنسبه لي اصلا غلط خالص. اصل انا هقول لك ليه. في ناس بتقول يعني او بيتم الترويج ليها لحته الجيش، ان انت لو عندك جيش فانت هتنسى التكنولوجيا او التكنولوجيا هتتغير، بس الاساسيات مش. انا مش متفق معاها. ليه تتغير؟ ليه؟ انا مش متفق. ما انا مش متفق معاها. هتتغير قد ايه؟ دخلت 3 سنين جيش هتطلع تلاقي بي اتش بي بقى ايه؟ ايوه صح. هو هتطلع في نت بقى ايه؟ ضافوا شويه حاجات بس ضافوا ايوه بالظبط. ده مش حوار يعني. بالظبط. وبعدين هي النقطه الثانيه، الناس اللي بينصحوا النصيحه دي ما عندهمش فكره البيوت المصريه بتفكر ازاي. صح. ما عندهمش فكره الحال بيبقى عامل ازاي بعد تخرجك. احنا منكم يعني عارفين ايه اللي بيتعمل بعد التخرج، فعشان كده بقول لك لازم تتخرج جاهز. صح. النقطة التانية برضو ان في ناس للأسف هم بيروجوا الموضوع ده الكورسات، مجرد كورسات عشان نبيع الكورس بتاعي. طب يا جماعة ما لا، احنا نبيع الكورس بتاعنا بس نبيعه باحترام وشرف. صح. يعني ابقى انا راجل. يعني انا على فكرة يا ماريو انا بفصل فصل كامل ما بين انا بدي كورس ما بين ان انا بدي نصيحة. دي حاجه تانية. دي حاجه حياه تمام. دي قصه تانية يعني. دي ممكن توديك في داهيه. بالظبط. انا في ناس احيانا بيخشوا يسالوني هو داخلي كده يقول لي باشمهندس انا عايز اخد الكورس بتاعك عشان اعمل بيه 1 2 3 4. اقول له ما تاخدش الكورس بتاعك. ايوه مش مناسب ليك. مش نفس الكلام. بس هي دي الفكره. يعني حتى على مستوى كورساتي انا بعمل ده، وعلى مستوى اي كورسات اي حد بيدخل يسالني انا بدرس مع فلان الفلاني عشان اوصل لكذا، ما اقدرش اجاملك على مستقبلك. ما ينفعش. انت بتاخد مني نصيحه لازم اكون فاصل خالص ان انا بدي كورس عن ان انا بدي لك نصيحه. فلذلك يا جماعه اتاكدوا ان الشخص اللي بيديكم النصيحه عامل الفاصله ده، او يكون شخص ملوش مصلحه اصلا. يعني ملوش مصلحه اساسا في ان هو ينصحك يمين ولا شمال. فاي حد ينصحك ان انت اقعد ال4 سنين اعمل كذا، اعرف النصيحه دي غلط. ما ينفعش ال4 سنين تكنولوجي بس، ولا ينفع ال4 سنين كومباتيتيف بروجرامينج بس، ولا ينفع اساسيات بس. لازم تعمل ميكس. صح. ولازم سوفت سكيلز معاهم، ولازم ان انت تشارك في نشاطات وحاجات زي كده عشان انت نفسك شخصيتك بتتبني. انت خارج من الثانويه العامه، ما فيش واحد فيكم خارج من الثانويه العامه سليم. صح. كل واحد شكرا. هي ده حقيقي والله. وانا شخصيا انا اولك واحد. ده حقيقي. خرجنا من الثانويه العامه كل واحد واخد شلوت في حته، بتداس على وشه بشكل. فبالتالي انت محتاج تعالج اللي حصل لك. محتاج تعالج السنين اللي فاتت ان انت كنت معتمد فيها على اهلك بس وهم بالنسبه لك الحياه، وترسم لنفسك انت حياه جديده. فلازم تدي لنفسك للسوفت سكيلز بتاعتك انك تبني شخصيتك عشان تخرج بعد كده لحياتها وتتعامل. بس ده اللي انا عاوزه.
حلو جدا. اسالك بقى سؤال غريب شويه. ايه اكتر سؤال بيجيلك بره يعني بره المجال عامه؟ يعني حد بيسالك سؤال شخصي واكتر سؤال بيجي اسالك اكتر واحد بتتسال، يعني حاسه اتكرر كتير وملوش اي علاقه بحاجه في المجال، حاجه يعني مثلا. لا يعني مثلا بتسأل كتير مثلا عن الجواز مثلا جدا. انت متجوز يا انس؟ بص والله انا عايز اتجوز، طالب لسه في اولى كليه ولا في ثانيه كليه، وعايز لسه ليه السؤال ده من يومين ثلاثه. انت متجوز الاول ولا متجوز تمام؟ من يومين ثلاثه لسه واحد جاي لي وبيقول لي انا عايز اشتغل، وعايز اشتغل. تعالى يا ابني، مالك مستعجل ليه؟ ايه اللي هقولك؟ عايز اقول لازم انا لازم اروح اخطب كمان شهر، وعشان اروح اخطب لازم اكون شغال، عشان لما اقعد اتكلم مع بابا مش عارف ايه الكلام ده كله. فطبعا قعدت بقى اتكلم مع بعض في حوار طويل. تعال نتكلم مع بعض بقى كده واحده واحده، افهمك اصلا يعني ايه جواز، افهمك اصلا انت المفروض يعني المفروض بتختار ازاي، والمفروض بتروح ازاي، وتيجي منين، وتروح فين. للاسف الشديد محدش بيتكلم في الحته دي، لان يعني هو دور احنا طبعا عشان تعودنا نتكلم تك كتير فما بنخشش في تفاصيل زي كده. بس هي الفكره بمنتهى البساطه يعني. ده بالنسبه للولاد، لان ده السؤال بيجي لي من الولاد طبعا كتير جدا. تمام، منطق جديد. ما فيش غير مره تقريبا هي البنت اللي سالتني في حاجه زي كده. اغلب الاسئله بتيجي من ولادي يعني. انت عشان تفكر تتجوز لازم تعط في عيار فولا الاول، لان انت لو مش راجل فانت هتعاني في الجواز. يعني زي ما في تاسيس في البرمجه، في تاسيس برضه تاسيسك للجواز انك تبقى راجل. تبقى راجل ده يعني تقدر تقدم 3 حاجات. تمام، تقدر تقدم للبنت دي 3 حاجات. اول حاجه تقدر تقدم لها مشاعر طيبه وعلى راسهم الامان، تمام زي ما احنا اتكلمنا في اول البودكاست. تمام. تاني حاجه تقدر ما تصرف عليها، وتصرف عليها ببذخ. تمام. تصرف عليها كويس. وده مش عشان الستات ماديين، لكن عشان الصرف او الفلوس بتمثل الامان بالنسبه للستات. يعني الستات بيشوفوا ان الفلوس هي جزء من الامان. تمام. وفي حاجه ثالثه، وهو ده طبعا اللي بيكون كل الشباب نفسهم فيه. تمام. يعني اللي هم اصلا كلهم بيبقوا متخيلين ان الجواز كله يعني حاجه كده. خلاص مش لازم تيجي. ايوه انا فهمتك دلوقتي. تعال نرجعش في دماغي. كل الشباب متخيلين ان هم هيتجوزوا عشان يلفلفوا بس. مش حقيقي يعني هو ده الجواز. هو ده عنصر مهم، بس مش هو كل الجواز. انت لو ما نجحتش في 1 و2 انت كراجل، لو ما نجحتش في 1 و2 مش هتعرف تنجح في 3. ليه مش هتعرف تنجح في 3؟ تمام. لان طول ما البنوته اللي معاك مش مستريحه معاك مش هتعرف تدي لك ال3 اللي انت عاوزها. يعني طول ما هي مش حاسه بالامان، وطول ما انت ما بتصرفش، مش هتعرف تعمل 3 كويس. اعتقد اما الاخر اتراجع على اللي انا قلته دي هتبقى المفروض. مش اللي فات. اعتقد ان دي اللي هتبقى انت بلاوي. ده بالعكس ارتحت معاك. المشكله ان كل الشباب متخيلين ان الجواز رقم 3. للاسف هو مش رقم 3 بس، ده رقم 3 ده مجرد فكره. تمام. والاغرب بقى ان هم متخيلين ان البنات هم عاوزين رقم 3. البنات مش عايزين اي حاجه في رقم 3 دي اصلا. لا هو ما بيفكروش فيها اصلا. انا بالنسبه لي بحس ان الولاد عندهم اصلا تخيلات عن البنات كلها غلط. ايوه يعني هم يعني بكلم ناس في البنات بتفكر ازاي. ايوه بتكلم انا عشان اختي بنوته فنوعا ما عارف. كنت بكلم مع حد مره فهو كان بيحكي لي قصه تخيليه في خياله. حلو. قلت له طب انت تعمل ما كلمتهاش اصلا؟ امال جبت بقى كل التصورات دي؟ يعني هو عاش قصه حب وخرج منها وانفصلوا. حلو. وهو ما كلمش البنت بالظبط. يعني مش عارف انت فاهمني ولا هو ملاش صباح كير يعني. انا فاهم. هي الفكره كلها ان البنوته المايند سيت او طريقه تفكيرها تختلف اجمالا وتفصيلا عن الراجل. الراجل بمجرد ما هو وعي للحياه وبقى هو ادم، انا عايز اتجوز. تمام. مش كله والله عايز اتجوز. يعني ايه؟ عايز سلاكه. ايوه شكرا. تمام. ابو اخر كل الولاد كده، ولو اي حد بيتفرج عليا قال خير كده يبقى هو مش متصالح مع نفسه. من الاخر انا مش متصالح مع نفسي. لا اقعد بس مع نفسك، ركز بس. ان هي ده اول حاجه بتخطر في بالك او بتيجي على بالك 3. فاهم قصدي؟ الاول ما كنتش عايز اتجوز اصلا مستمعي. لا ممكن دي وراها صدمه او وراها حاجه انت شفتها في حياتك او شفتها عندك في اي مكان. لسه انا حاسس ان يعني محتاج استقل بس. حلو. ما ده شيء صحي، وهو ده اللي اصلا لسه يعني مش كده يعني. بس اقصد اقول ايه، شعوريا عند الراجل فاهمني، ده طلبه.
فاهم قصدي؟ عند البنت ده مش طلبها اصلا، ما تعرفش عنه حاجه اصلا. يعني لو هي بنت متربيه تربيه كويسه، وعلى فكره نسبه 90% من البنات ما يعرفوش اصلا 3 دي يعني ايه. ما عندهمش عنها اي تصور. فاهم قصدي؟ 3 دي انت اللي بتعرفها لها اصلا، يعني انت اللي بتعلمها لها لما انت تتجوز اصلا. فهمت قصدي؟ فهم ما عندهمش الفكر اللي عندك، الفكر الفظيع اللي عندك ده مش عندهم اصلا. فهم محتاجين ايه؟ محتاجين حاجات تانية خالص. محتاجين اهم حاجه الشعور بالامان، وهي مش هتحس بالامان الا لو انت راجل. راجل يعني ايه؟ راجل يعني قادر تقدم مشاعر طيبه للست دي على رقصها الامان، تمام؟ قادر ان انت تصرف عليها كويس جدا. فده مش هيحصل غير لما حضرتك تكون بتشتغل وتكون انت راجل بتحترم نفسك. يعني راجل انت بتشعر بالاحترام تجاه نفسك، كلمتك واحده. يعني لما تيجي توعد بحاجه بتفكر 10 مرات قبل ما توعد. ليه؟ لانك لما توعد هتوفي. هم بقى السنسورز بتاعتهم رهيبه في الحاجات اللي زي دي. هي دي بقى الحاجات اللي بتخلي مثلا ممكن تلاقي واحد مثلا في 10 بيحبوه. ليه؟ عشان راجل بس، لا عشان عضلات ولا عشان شكل ولا عشان فلوس. حتى الفلوس قبلها تيجي الحته اللي هقول لك عليه. يعني بيكون واحد غني جدا 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 ومحدش بيفينه، هي اول حاجه بيفكروا فيها الفيلينجز، المشاعر. لو قادر ان انت توفر دول، روح دور على الجواز. قبل لما توفر 1 و2 ما تدورش على الجواز. زاد مسؤولية طفل. الناس كتير بتوفرلوك فكرة ان انا جيت طفل. انت مسؤول عن كائن في الحياة دي مسؤولية كبيرة جدا. الراجل او الولد، عشان بس احنا كان في الاول والاخر بنكلم شباب. الشباب ما عندهمش فكره يعني ايه طفل، ولا هيبقى عنده فكره يعني ايه طفل. انت نفسك دلوقتي انت ما تعرفش يعني ايه طفل. بس فكرت فيها. فكر فيها براحتك، عمرك ما هتحس بيها غير لما تبقى اب فيزيكالي يبقى في ايدك. سالنا انا بقى، انا واحد متجوز، اقسم بالله انا مراتي طول ما هي حامل مثلا انا مش حاسس بحاجه. ايه المشكله؟ حامل وهدولت، يعني ايه المشكله؟ هي بالنسبه لها في حاجه كبيره جدا، مع الموضوع بالنسبه لها كبير. اول ما اتولد الطفل وابتديت انا اشيل بقى الطفل على ايديا، بس انا كده ابتديت احس بفكره يعني ايه طفل. شعر الابوه كمان حلوه. تبتدي تتولد معاك لما تشوف طفلك على ايديك. فاهم قصدي؟ انما انت قبل بالله بتكلم فيه ده كله، انت عاوز ايه؟ انت مش عاوز كل ده ولا بتفكر في كل ده. انا بس عايزك تبقى واعي بس النقطه واحده، ان الحياه مش 3. ما الفكره، ما انا متفق معاك والله، بس عشان كده بقول لك مش كل الولاد بتفكر كده والله. بس بهدلت صورتي. مش كلهم بس نسبه كبيره للاسف. يعني كلهم ايه؟ مش كلهم بيفكروا في 3. باشمهندس ده اشتري منه. ايه الراجل مش همنتجها دي ده. لا اشتري منه. لا حطها طبعا. الراجل مش عايز من الجواز الحاجات اللي هي ايه، اللي زي العيال ومش قادر يفكر فيها اصلا. هو في حاجه ضغط عليه، فاهم قصدي؟ هو في شيء مسبب عليه لوت. والله زي ما كنت سيرفر مثلا وانت مين زي مثلا يعني لما تدخل مثلا البرنامج بتاعك في اوفر فلو. ايوه تمام. اوفر فلو اكسبشن، هو عنده اوفر فلو اكسبشن. هي القصه كلها ان هو يتعلم ازاي يتحكم في الاوفر فلو ده بس. تمام. ان هو يبقى فاهم ان هو عشان يبقى راجل لازم يبقى راجل محترم من الاول، تمام؟ ولازم يبقى فاهم يعني ايه يبقى راجل، فاهم يعني ايه جواز، وفاهم المايند سيت بتاعت الست دي بتفكر ازاي، فيعرف يقدم لها اللي هي محتاجاه. وقتها روح دور على الجواز براحتك، مفيش اي مشكله خالص. ساعتها هتعرف تبني اسره ناجحه، تعرف تخلف عيل كويس، تعرف تراعي. ليه؟ لان انت راجل. انا ظبطت لك البيز، جبت لك الاساس. الاساس بتاع الموضوع ان انت تبقى راجل. على فكره حتى لو البنوته نفسها مش مظبوطه، وهم كلهم مش مظبوطين بالمناسبه عشان تكون في الصوره، وكلهم مشاعريا مش مظبوطين، انت اللي بتظبطهم عشان تكون في الصوره. والله يعني انت لما تيجي تتعامل مع اي بنوته يعني مشاعريا فيضان مشاعر، انت اللي بترسم لها النهر. يعني انت اللي بترسم لها النهر اللي هي بتمشي فيه، تمام؟ لذلك انا بستعجب قوي لما مثلا الاقي مثلا شاب متخيل ان هو في بنت هتيجي تظبط له حياته. ما عشان بيفكر في 3 زي ما انت قلت بقى. ايوه ما ماشي، بس ده مش كلهم. في ناس بحسها ناضجه قوي. يعني انا قابلت شباب، او يمكن انا دايرتي مش معنى ان انت ناضج ان انت ما تفكرش في 3. اصل انت عارف تتحكم في نفسك. ايوه، ودي رجوله على فكره ذاتها. خلينا متفقين ان 3 دي يعني بالنسبه لي حتى هي اعلى ليفلز من المحبه. زي ما صح، حلو. هي اعلى ليفل من المحبه. هي مش حاجه عيب طالما في اطار الجواز. حلو.
ولا في اي عيب. حلو، ولا فيها اي عيب طالما في اطار الجواز. حلو. فهي مش حاجه عيب في اطار الجواز. لكن في ناس كتير، حلو بجد يعني، انا بتكلم عن نفسي، انا ما اعرفش الباقي. بس انا مثلا واحد من الناس، لا انا من يومي فاهم ان الجواز ده مسؤوليه جباره. حلو. وفاهم جدا فكره. هي مسؤوليه بس مش جبار. انا بحس مسؤوليه بس مش جبار. انا بحسها جباره لسبب، لان انت بتحتاج تغير نفسك عشان تقدر توفر. محتاج تغير نفسك، انت محتاج تبقى راجل. ايوه ما تغير حاجات بقى في نفسك، مش عارف اقولها ازاي. مش هتغير حاجات في نفسك، انت هترجع لنفسك. انت اتولدت راجل، بس انت بعد يعني بسبب التربيه وبسبب التشوهات. حلو، ايه وجهه النظر دي؟ ممكن انت اتولدت اصلا سليم، اعداد طاقه المصنع بتاعتك سليمه. انت كل اللي انت محتاجه بس ان انت ترجع للاصل. لا، حته كمان الاستقلاليه عن الاهل، حته كمان هو في ناس متخيلين ان الجواز مسؤوليه وفلوس بس. في ناس متخيله ان الجواز ايه، انا حققت فلوس، هو انا مش عارف اتجوز ان انا معيش فلوس. هو كلمه ابقى راجل اللي انت لسه قلتها دي بتندرج تحتها حاجات كتير جدا. حلو. هو مش فاهمها، هو مش شايفها، هو مش فاهم يعني ايه اصلا سوفت سكيلز، مش فاهم يعني ايه ازاي اتعامل مع زوجة، مش فاهم يعني ايه مش فاهم يعني ايه اصلا ان انا مسؤول دلوقتي عن بيت واسرة وهربيهم، مسؤول، ده أنا مسؤول عنهم على المستوى الخلقي والمادي والاجتماعي. حلو. في ناس كتير مش فاهمة الحتة دي. يعني انا نشكر ربنا، انا واحد باوفر سينك كتير، شعري نفش، انا كان المفروض كانش كده، خليه نفش انا وقع. بعمل له روتين. ده اكتر سؤال بيجي لي بقى، بتعمل روتين لشعرها؟ ففي ناس كتير مش متخيله الحته دي، ففصصهم لنا كده في ايه، في كام نقطه يعني ايه واحد يبقى راجل اصلا. طب بص، هو الرجوله ليها عمليه مهمين جدا. اول حاجه ان انت تبقى محترم. الاحترام اللي هو ايه؟ الالتزام بالوعد، الالتزام بالكلمه. تمام. وطبعا يندرج تحت الاحترام برضو احترامك لدينك، لان انت مش لن يكتمل احترامك لنفسك الا اذا كنت محترم هذا الدين الذي تنتمي اليه. طبيعي، لان انت مش محترم ايمانيات. بالظبط. فالاحترام مهم جدا. وعلى فكره بيأثر في حاجات كتير قوي 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 في حياه الراجل. تعرف الاحترام بتاعك ازاي؟ تعرف انت كنت انت شخص محترم ولا لا؟ راقب مواعيدك، توصل في ميعادك مظبوط ولا لا؟ راقب وعودك، بتوفي بيها ولا لا؟ فاهمني؟ راقب التصرفات اللي انت بتعملها في يومك وتشير ان انت بتحترم نفسك ولا بتحترم الاخرين. على سبيل المثال حاجه كده بسيطه صغيره قد كده، انا مثلا دلوقتي عطشان، فاهمني؟ وقاعد بتكلم معاك دلوقتي في بودكاست. لو انا عطشان هوقف البودكاست وبروح اجيب ميه واشرب، كده انا احترمت نفسي. لو ما وقفتش البودكاست انا كده ما اديتش لنفسي الاحترام الكافي. فهمت قصدي؟ تاني حاجه هي القدره، شعور القدره. ان انت تبقى حاسس بشعور القدره بشكل متزن. يعني ايه متزن؟ يعني تبقى راجل كسيب، تحب شغلك، بتكسب، تمام. بتحب ان انت تبقى شخص مؤثر، تعمل حاجه من غير مغالاه. عشان ايه الشباب للاسف او الناس بيغالوا في حته القدره، ان انا خلاص طالما بقى انا بقيت قادر، يلا بقى ايه، يلا نفتري بقى. نفس مشكله السي بي حرفيا، هي نفس المشكله، هو مغالي في حته، انا بقيت قادر احل البروبلم فانا هحل الكوكب. تمام، نور عليك. فدول لو مظبوطين عندك، خلاص انت كل حاجه ان شاء الله بالنسبه لك تبقى مظبوطه وزي الفل. طبعا بالاضافه ليهم ان انت تكون فاهم طبيعتك كراجل وطبيعه الست كست، عشان تبقى انت فاهم ان الست غيرك. انت راجل بتعرف تفكر لوجيك، بتعرف تفكر بعقلك. الستات بيجي لهم وقت لا في عقل ولا في لوجيك، هم ايموشنال ولا اي حاجه، هي ايموشنال جدا. تمام. فانت بتتعامل مع كتله مشاعر متحركه على الارض. لو انت نفسيا لسه مش قادر تستوعب قصه انك بتتعامل مع حد ايموشنال، فانت لسه عليك شويه، لانك هتعاني وهتخليها معاك تعاني وشغلانه سودة. فالنقطتين دول النقطتين المين، وانا كده لخصتهم. حلو. تحتيهم كلام بالهبل، وبيأثروا معاك على 1 وعلى 2 وعلى 3 انهم كده عشان تكون في الصورة. عشان كده بقولك لو انت مش راجل كويس، فاهمني، مش هتعرف تعيش حياة أسرية مستقرة، مش هتعرف تعمل ده. تمام. فاهم بس انا تفهمها. بس هي انا كلامي فيها واضح. لا هي واضحه، هي مش محتاج نتكلم عن رقم 3. يعني اظن انتوا اكيد يعني الناس اكيد بتسمع حاجات كتير ومشاكل كتير بيبقى سببها الرئيسي هو ان مفيش واحد.
مش راجل. صح. ان هو يعني الراجل نفسه لسه يعني هو مش عارف يبقى راجل. وللاسف الشديد ان ده متواجد كتير جدا. انا بقى لما بعمل لناس اختبارات تحليل الشخصيه بتصدم احيانا في ناس كتير جدا. يعني واحد يبقى قاعد قدامك بشنبات وعضلات ومش ايه الكلام ده، وتلاقيه في الاختبار طالع معاه ولا ملهاش اي علاقه بالشكل. ما مشاعريا هو مش راجل. يعني ايه مش راجل؟ ولا دي كلمه، ولا تعرف تمسك عليه كلمه، ولا هو عايز يشتغل، ولا عايز يتنيل، ولا اي حاجه من الكلام ده كله. فاهم قصدي؟ فايموشنال اللي هو مش راجل، ما يعرفش، ما يقدرش يشيل بيت، ولا يقدر ان هو يشيل مسؤوليه، ولا الكلام ده كله. فالمشكله بقى البنات بقى مدركين الحته دي كويس قوي. هي عارفه كويس قوي انها محتاجه واحد تتسند عليك. هي عارفه ده وفهماه كويس جدا. عشان كده البنات بتقع عننا كتير في المشاعر. يعني ما بيتحركوش بسهوله. عشان هم مدركين ان هم عايزين ايه. حجم مدركين حجم الموضوع اللي الولد في السن الصغير ما يبقاش مدركه. انا صراحه رايي ان ما فيش حد يورط نفسه في قصه جواز في فتره الجواز بصراحه. احنا كان معانا واحد متجوز ومخلف في سنه تانية. دي معاناه صدقني. لا عايز اقول لك، كنت بقول لك كده لمامتي فكانت بتقول لي طب وانت يا مني انت ايه وضعك؟ كنت بعد حاجه قلت لها لا انا لسه. انا رايي ان انت ما تقبلش عن بص جواز قبل ما تبقى راجل كسيب كويس. نحقق ايه؟ انا متفق معاك 100%. قصه الكسيب الاول ان انت تبقى راجل بتعرف تكسب الفلوس كويس، وتبقى انت راجل ستيبل وتبني شخصيتك كويس، فتبني من النقطه الثانيه اللي هي نقطه الاحترام والحدود والقصه دي. تمام. انك تبقى شخص مستقل بذاتك. صح. الاول قبل ما تفكر ان انت تدخل حد على ارضك. صح. اعتبر ان دي ارضك كده، وانت عمال ترسم اهو السور، وعمال تبني البنايه، وعمال تحط الجنينه، وعمال تجيب التندة وتجيب مش عارف ايه، وبتظبط عشان حد يجي يخش على الارض دي يصلحها معاك، او يبنيها معاك، او يوصلها لحاجه كويسه. اما انت الارض مش موجوده اصلا لسه وعيش كده تيجي تبني الارض. هم مش بتوع الكلام ده. ايوه صح. هم مش بتوع القصه دي اصلا. وبعدين انت المسؤول. هو عدوك. يعني حتى لو انت اتوعدت ده انا هنيجي ونحط القرش على بعض ونبني، مفيش الكلام ده. هتيجي في فتره انسى مش معاك. وبعدين انت المسؤول. يعني انت كراجل انت القائد، الرول بتاعك او يعني اللي انت مسؤول القياده دي بتاعتك. كمان انا عجبني تشبيه الارض ده الصراحه. في ناس مش مدركه اصلا، يعني هو ما عندوش ارض اصلا. حلو. جايه على ايه؟ هنتفسح بص هقول لك مثل حلو قوي بالنسبه لموضوع الجواز ده، الخص لك بيه الموضوع. بص الراجل رسام. الراجل عامل زي الرسام بيرسم الرسمه، والست تيجي تلونها. تمام. طب لو انت ما عندكش رسمه هتلون ايه؟ الست هتيجي تعمل ايه؟ ما فيش حاجه تلونها. فاهم قصدي؟ طب انت رسمت رسمه حلوه، هتجي لك واحده بتلون حلو. انت رسمت رسمه وحشه، هتجي لك واحده بتلون وحش. ميك سنس. عشان في الاول وفي الاخر هي الصوره الصوره في النهايه هتطلع رسام والوان. بس حلو المثل ده. ده الموضوع بمنتهى البساطه. حلو قوي. والرسمه بالنسبه للراجل، هي الحياه اللي هو بينشئها بايه؟ بان هو راجل كسيد كويس، وراجل بيبني، وراجل محترم، وعمال يبني الحاجات على بعضها، وبيبني في ارضه كويس زي ما لسه كنت متكلم. والالوان بالنسبه للست هي ايه؟ او بالنسبه للبنت هي ايه؟ هي مشاعرها. نوعيه المشاعر اللي هي بتقدمها. فطول ما انت بتنفست في الرسمه بتاعتك كويس، هتجيلك واحده تلون كويس، تعرف تلون كويس. حلو. بس ده كل الموضوع. انما ما عندكش رسمه، هتجيلك واحده ما عندهاش الوان. يلا بينا بقى. كمان حته الاستقلال المادي دي، انا بحس ان هو مش هيعرف يريسك وهو معاه مسؤوليات. يعني هو مش هيعرف يجرب في كذا مجال عشان يستقر ماديا. افرض انا عارف، انت في ناس بتبقى عايزه، انا عايز احس ان دي حتتي. يعني الراجل لازم يلاقي حتته الاول. حلو. في ناس الله حلوه الجمله دي قوي. انا هنا، انا هكمل حياتي هنا. حلو. مهم قوي ان انت تدور على ده قبل ما يعني تخيل واحد دلوقتي بيدور ان هو يبني ارض، فاهمني، في ارض غير ارضه. هو حرفيا كده. هو المثل ده صح. ايوه. ان انت جيت مثلا عايز تعمر ارض، فاهمني، بس الارض دي مش بتاعتك. فجيت بعد فتره لقيت ناس جم عملوا وضع يد على الارض، يقول لك ان اطلع بره، انت الارض دي مش بتاعتك اصلا. ده اللي بيحصل على فكره في الجوازات اللي هيتم في الفترات البدري. يعني ما يكون في طالب او شاب صغير ناوي ان هو يتجوز بدري وهو ما لقاش نفسه، فاهمني، بيحصل كده بالظبط. ما طبعا ما لقاش نفسه، هيجي يشفت كارير او يغير المجال اللي عليه مسؤوليات، بتبقى مصيبه. كمان ما عندوش رفاهيه الريسك. يعني عارف في مثل كده يقول لك الرزق يحب الريسك.
فهيجرب ازاي؟ افرض هو عايز يفتح مشروع، مش هيعرف يعمل ده مع اسره وبيت. ولا انت رايك ايه؟ قول لي برضه. لا انا رايي ان ينفع، بس هو الفكره في ايه؟ بص هو يعني انا رايي ان ينفع عادي ومفيش مشكله، بس انت يعني بص انت وانت لوحدك لاقي نفسك بس الاول، يعني دور بس على نفسك وخليك انت بس خليك انت شخص محترم وشخص كسيب بتكسب فلوس وتوكل على الله، لان انت لا تتخيل حجم الرزق اللي بيتفتح لك لما تتجوز. انت بترزق بطريقه مش طبيعيه. بس طبعا برضو دي مش مبنية الكل، على هي مش الكل. هي لا هي كله كل حاجه، بس هي مبنيه على 1 و2، ان انت تبقى راجل وتبقى قادر تقدم مشاعر كويسه. اتجوز وربنا هيفتحها عليك حقيقي. اصل انت ما تقنعنيش مثلا انت بتتجوز واحده، الواحده دي كانت قاعده في بيتها، الرزق كان بينزل لها من السماء على راسها، تخيل كده ان في كده خط كده نازل كده من فوق على راسها بالرزق بتاعها، ده مجرد تخيل يعني، فاهم قصدي؟ طب هي سابت بيت ابوها وجات لك، هل الرزق ده خلاص سابته هناك مش كده، مش كده، هي جايب رزقها برضه؟ مش كده. انا معاك، بس انت فكره ايه؟ فكره ان انت قلت دلوقتي ان انا باني حاجات، لكن لو الحاجات دي مش مبنيه، لا، في جوازات بتبوظ. مع ده عشان مين؟ عشان زي ما اتفقنا 1 و2 مش مظبوط. الاول انت اصلا ما لسه ما اتعلمتش تبقى. اصل في ناس بتاخد الفكره اللي انت قلتها دي لحته اللي هو ايه، يلا بينور. هو ربنا يرزق، فانا مش عايز حد ياخد الحته دي. عارف، بالظبط. عارف العيل بيجي برزق، اللي هو يلا نخلف 200,000. بحسه غلط جدا يعني. طول ما انت ما حققتش 1 و2 الباقي كله غلط. مش عن اي حاجه بعد كده. صح، امين. مش عن اي حاجه بعد كده، لان انت اصلا لو حققت 1 اللي هو انت بقيت راجل، هتعرف ان انت لا ما ينفعش ان انت تقعد تجيب عيال. صح. انت من نفسك على فكره مش هتعمل كده. ولو حققت 2 فانت عارف الفلوس المناسبه ان انا اجيب، اقدر اصرف على كام عيل. يلا انا متفق معاك جدا يعني. هو الموضوع ببساطه كده. للاسف انا بتسال السؤال ده كتير جدا يعني. انا شنت. والله انا بتسال السؤال ده كتير قوي وحقيقي يعني. انت طلعت فتحت موضوع شائك جدا. انا نفسي مش عارف افتحه ازاي يعني. اديك اهو انا جيت كده يلا. انت جيت بطاقتك. لا، هو ربنا وفق للامانه. انا يعني كنت متحمس للمقابله دي قوي، والصراحه استفدت من خبرتك كتير. يعني انا حاسس ان انا خدت خبره سنين في ساعه. الله يكرمك بجد. احنا اخوات يعني طبعا، وطبعا الشركه مكانها في ربنا يخلي وقت طبعا. ربنا يخليك. وان شاء الله باذن الله يعني ربنا يكرمك كمان في قناتك وتبقى احسن الفتره الجايه. ربنا يخليك يا باشمهندس. يعني انا ابتديت بس انت اللي تنهي بقى. يعني سعيد جدا بلقائك يعني وربنا يا رب يعني يجعل ما بيننا مقابلات تانية ان شاء الله. ويا رب يكون البودكاست مفيد لكل الناس اللي بيتفرجوا. لو انتوا استفدتوا يعني عرفونا انتوا استفدتوا بايه. نشوفكم على خير ان شاء الله في لقاء. سلام. حبيبي.